جماعه عاملين ايه الاخبار؟ شباب تانية ثانوي الجميل، وحشتوني جدا. ان شاء الله باذن الله النهارده هنشتغل الجبر. انت نزل لك فيديو للكالكلس، فيديو كان جامد جدا، فيديو مثمر. ظبطت بيه الدنيا، هندلت بيه دماغك الغبيه. ان شاء الله باذن الله في الفيديو ده هنشرح منهج الالجبر. تمام يا جماعه؟ هنقسم الفيديو ده على جزئين. جزء الاول هتكلم فيه عن الكاونتنج برنسبل، والجزء الثاني هنتكلم عن ايه؟ الجزء الاول من منهج الالجبرا بتاعك اللي هو كان بيتكلم عن السيكونس. تمام يا جماعه؟ عايزك تصلي على النبي، تجيب سكتشك ومشروبك المفضل، ويلا بينا يا جماعه ايه نبدا. كاونتنج برنسبل. ايه موضوع كاونتنج برنسبل ده؟ مبدا العد. يعني ايه الكلام ده؟ بمنتهى البساطه الكاونتنج برنسبل دي قاعده رياضيه. طب القاعده الرياضيه دي بتساعدك في ايه؟ قال لك بتساعدك في حساب عدد الطرق الممكنه لتنفيذ حدث ما. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا مش فاهم منك حاجه، بلاش غباء يا ابني، وتعالى نشوف المثال اللي قدامك ده. هنا بيقول لك how many ways to form two digits out of the digits 2 4 5 6 7. اول حاجه بيقول لك it is allowed to repeat the digit in the same number. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت مطلوب منك تنفيذ ان انت تكون رقمين، تمام، 2 digits من الاعداد اللي قدامك هنا. فبمنتهى البساطه ادي 2 digits اهو يا جماعه. هات كده بس علبه الالوان، ويلا بينا ايه نشتغل واحده واحده كده مع بعض. ادي الايه؟ ال2 digits. فاول كونديشن هنا كان بيقول لك مسموح ان انت تكرر الديجيت، يعني هنا وهنا تكرر الارقام. فبمنتهى البساطه انت في الديجيت ده انت ممكن تكتب 2 4 5 6 7. طب هنا مسموح التكرار، يعني انت برضو هنا مسموح لك ان انت تكتب 2 4 5 6 7. فبايولوجيك كده انت هنا تقدر تكتب كام نمبر؟ عندك هنا 1 2 3 4 5، ادي 5. وعندك هنا كام رقم؟ عندك هنا 5. هتعمل الاثنين دول تايمز بعض بالمنظر ده كده، فهتجيب عدد الطرق الممكنه. فبمنتهى البساطه عشان تحسب عدد الطرق الممكنه هنا، فهتعمل لي 5 تايمز 5، يعني عندك 25 واي. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. طب بص الثانيه، الكونديشن الثاني بيقول لك ايه؟ بيقول لك it is not allowed to repeat the digit in the same number. يعني بمنتهى البساطه هتشيل واحد من ده، بسم الله الرحمن الرحيم، هتشيل واحد من ده عشان هو مفيش تكرار. فانت هنا 2 مثلا 4 5 6، مش هتكتب مثلا الايه السبعه عشان ايه؟ مفيش تكرار. وهكذا هتشيل بعد كده الايه السته، بعد كده تشيل الخمسه، بعد كده تشيل مش عارف ايه الكلام ده كله. فبمنتهى البساطه عدد الديجيتس اللي في التنث هنا هيقل ايه؟ هيقل واحد علشان مفيش ايه؟ مفيش تكرار للديجيتس. فبمنتهى البساطه هيبقى هنا هتعمل لي 4 في 5، فهيبقى عندك 20 طريقه تقدر تكون بيها 2 ديجيتس من الارقام اللي قدامك هنا. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انا بعمل لك دخله للدرس بتاعك. المساله دي يا جماعه او المثال ده انا اقدر احله بالبرميتيشن والكومباينيشن على طول. ما هي الحاجات دي بتساعدني بكونديشنز معينه هعلمها لك عشان تستخدم القوانين بتاعتها علشان حل المسائل بتاعه الهاو ماني ويز. يعني هم بالبلدي كده الدرس ده معمول علشان تقدر تحسب عدد الايه الطرق، علشان ترتب، علشان تختار من مجموعه and so on. في مشاكل يا جماعه في المقدمه الجميله دي؟ مفيش اي مشاكل. يلا بينا ندخل في اللي بعده. يلا بينا. مش عارف ده ايه ده، مش مشكله. تعال ندخل في الموضوع التاني. الموضوع التاني انا عايز اعلمك حاجه اسمها الفاكتوريال، ان انت اي رقم تقدر تحسب له الفاكتوريال. طب يعني ايه فاكتوريال؟ قال لك ان ده it is the product of all the positive integers of number معين واللي اقل منه starting from ال1. طب يعني ايه الكلام ده؟ واحده واحده معايا. انت عندك مثلا 6، العدد 6 ده عباره عن ايه؟ برافو عليك، ده عباره عن 3 في 2 في 1. هتقولي طب ما هو 3 في 2 او 1 في 6. لا انا عايز اكتبها كده علشان عايز اشرح لك ايه موضوع الفاكتوريال. طب يعني ايه فاكتوريال؟ قال لك ان ده البرودكت بتاع الرقم اللي انت بتعمل له فاكتوريال في اللي اقل منه، وطبعا كلهم بوزيتيف انتجرز starting from ال1. يعني بمنتهى البساطه اللي قدامك ده اللي هي 3 في 2 في 1 دي عباره عن فاكتوريال ال3. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. طب مثلا لو قلت لك هات لي فاكتوريال 5 دي عباره عن ايه؟
ببدا من الرقم اللي انا بعمل له فاكتوريال، انقص منه واحد، انقص منه واحد، انقص منه واحد، لحد ما انتهي بالايه؟ بال1. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. مش عارف انا كنت كاتب الاثنين دول ليه، بس يلا مش مشكله مع بعضينا يعني. عندك هنا 24 دي عباره عن 4 تايمز 3 تايمز 2 تايمز 1. طب هو الكلام ده كله ممكن اشيله واكتب مكانه ايه؟ برافو عليك، فاكتوريال ال4. ببدا بال4، بعد كده تايمز اللي قبله، تايمز اللي قبله، تايمز اللي قبله، تايمز اللي قبله، لحد ما انتهي بالايه؟ بال1. في مشاكل يا جماعه؟ يلا. 5 120 دي عباره عن 5 في 4 في 3 في 2 في 1. يعني الكلام ده اللي هو عباره عن فاكتوريال كام؟ فاكتوريال 5. فانت دلوقتي فهمت موضوع الفاكتوريال. هتقول لي طب انا بدرسه ليه؟ على فكره ليه ابلكيشن، وفي مسائل معينه تقدر تستخدم فيها الايه؟ الفاكتوريال. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ سيبك من الابلكيشن دلوقتي، هعلمك شويه مهارات عشان هتواجهك مسائل البطل بتاعها بيبقى الفاكتوريال. فبمنتهى البساطه كده عشان اعمل جنرال فورم كده الموضوع الفاكتوريال ده هو بيساوي ايه؟ لو انت مثلا عايز تعمل فاكتوريال ان، ده عباره عن ايه؟ برافو عليك، ببدا بالان تايمز هنقص من ده واحد، تايمز هنقص من ده واحد، تايمز هنقص من ده واحد، ولازم في الاخر تنتهي بايه؟ 3 2 1. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. طب هو انا اقدر اكتب الفاكتوريال الان ده بصيغه تانية غير اللي انا كتبتها؟ اه طبعا. عارف ممكن اكتبها لك ازاي؟ بص كده معايا وما تكلبصش دماغك. لو انا الان دي نزلتها زي ما هي، حد يقدر يقول لي هي n-1 تايمز n-2 تايمز n-3 لحد الاخر دي تعتبر ايه؟ او هي ايه؟ مش تعتبر ايه، هي ايه اصلا؟ برافو عليك، دي عباره عن فاكتوريال n-1. ليه؟ عشان فاكتوريال n-1 دي عباره عن n-1 تايمز n-2 تايمز n-3 لحد ما تنتهي ب3 في 2 في ايه؟ في 1. طب انت ليه بتقول لنا الكلام ده؟ مالكش دعوه يا ابني دلوقتي، ما انت هتستخدم الكلام ده في السمبليفاي. طب اقدر اكتبه بطريقه ثانيه؟ تقدر تكتبه باكتر من طريقه بمنتهى البساطه. ايه رايك انزل الان اهي والn-1؟ ركز كده معايا شويه. هو انت عندك من اول هنا اللي هو الn-2 تايمز الn-3 تايمز 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 لحد ما تنتهي ب3 في 2 في ايه؟ في 1. ده يعتبر ايه؟ او هو ايه؟ برافو عليك، ده فاكتوريال n-2. ده يا جماعه مهم جدا ان انت تبقى فاهمه وهضمه، لسبب ان انت في مسائل السمبليفاي بتحتاج الطريقه دي. في مشاكل يا جماعه في الكلام ده؟ مفيش اي مشاكل. في 2 نوتس كده ايه مهمين عايز الفت نظرك ليهم. ان انت ما تقدرش تعمل فاكتوريال لعدد بالنيجاتيف او عدد فراكشن، لازم يبقى ايه؟ بوزيتيف انتجر. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. ايه اللي انا كاتبه لك هنا؟ مفتاح السمبليفاي. لو انت عايز تضيع فاكتوريال مع فاكتوريال هتعمل ايه؟ بص كده انا كاتب لك ايه. لو عايز تشطب فاكتوريال مع فاكتوريال، وصل فاكتوريال الكبير لفاكتوريال الايه؟ الصغير، فبالتالي تقدر تشطبهم مع بعض. هتفهم دي اللي انا كاتبه لك ده كويس جدا من اول ما احل معاك ايه؟ الامثله اللي قدامك هنا. هنا بيقول لك سمبليفاي، عامل لك فاكتوريال n-4 على فاكتوريال n-5، وبيقول لك بسط. طب هتبسط ازاي؟ بمنتهى البساطه، عايز تضيع فاكتوريال مع فاكتوريال، فاكتوريال الكبير وصله للي تحت، ايه هتشطب الاثنين ايه؟ مع بعض. هسألك سؤال ومن فضلك ما تتغباش، من فضلك ما تتغباش. فين الكبير؟ فاكتوريال اللي فوق ولا فاكتوريال اللي تحت؟ طيب لو انت قلت اللي تحت، اقفل الفيديو ما تكملش. يعني انت معاك عدد شلت منه 4 وشلت منه 5، انهي اللي اكبر؟ اكيد اللي شلت منه 4. يبقى فين الكبير؟ n-4. ده كده الكبير. فانت التارجت بتاعك ان انت توصل فاكتوريال الكبير لفاكتوريال الصغير، تبقى المساله مالها؟ انتهت. طب تعالى واحده واحده بمنتهى البساطه كده. ادي عندك فاكتوريال n-4 على فاكتوريال n-5. الكلام ده كده بيساوي ايه؟ هو مش ده الكبير؟ ده الكبير. ده يطلع فاكتوريال نقص من ده واحد يبقى n-5. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ ما ده احنا شرحناه في الحته اللي كانت هنا. ده يطلع بره الفاكتوريال، فاكتوريال اللي ايه؟ اللي قبله، يعني بنقص منه ايه؟ بنقص منه واحد. فبمنتهى البساطه، وعندك طبعا هنا ايه؟ فاكتوريال n-5. فبمنتهى البساطه انت عندك
فاكتوريال ان ماينس 5 هتروح مع فاكتوريال ان ماينس 5، فهيبقى الكلام ده كده في السمبلست فورم عباره عن ان ماينس ال 4. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. تمام؟ تعالوا ندخل في المثال اللي بعده. في المثال اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لك فاكتوريال ان بلس 2 بتساوي 3 في فاكتوريال ان بلس 1. طالب منك ايه؟ طالب منك الان. طب هعمل ايه؟ انا محتاج ان انا اشطب فاكتوريال مع فاكتوريال عشان اقدر اجيب الان بكام. طيب هسألك سؤال، فين الكبير؟ ده ولا ده؟ اكيد ان بلس 2. فبمنتهى البساطه هوصل الكبير للصغير. طب بوصل ازاي؟ بمنتهى البساطه، انت عندك هنا حبيبي فاكتوريال ان بلس كام؟ ان بلس 2. طب يلا بينا، الان بلس 2 دي تطلع قبل الفاكتوريال، فاكتوريال نقص من ده واحد. ساعه ما نقص من ده واحد يا جماعه في كومن ميستيك الطلبه كلها بتعمله، تكتب لي هنا ان ماينس 1. لا، انت لما تيجي تنقص من ده واحد هيبقى ان بلس ال1. تيك كير من الحته دي. فبمنتهى البساطه هيبقى عندك هنا ان بلس ال1. انا مش بقول لك كده هتقول لي ايه الهبل اللي انت بتقوله، لا، انت المفروض هنا هتعمل ماينس 1. فساعات مع السرعه في الامتحان تكتب ان ماينس 1، وده طبعا ايه مصيبه في حد ذاتها. الكلام ده كده هيساوي ايه؟ هيساوي 3. خد بالك دي كده 3 في فاكتوريال ان بلس ال1. بمنتهى البساطه الخطوه الممتعه ان انت عندك ده هيروح مع ده، فهيتبقى لك ان بلس 2 بلس 2 بتساوي كام؟ 3. يبقى عندك الان بمنتهى البساطه عندك بكام؟ ب1، وتبقى المساله بتاعتك خلصت. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. تعالى بقى في المثال ده. المثال ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان في فاكتوريال 2n ماينس ال1 بتساوي 12. هات لي الان بكام؟ هنا هتعمل ايه؟ ركز كده معايا شويه، ركز كده معايا شويه. لو انت عندك n في n ماينس ال1 في n ماينس ال2 3 في 2 في 1، الكلام ده عباره عن ايه؟ يعني هو لو كاتب لك المنظر اللي قدامك ده، الكلام ده عباره عن ايه؟ برافو عليك، الكلام ده عباره عن فاكتوريال ان. صح ولا مش صح؟ صح. طب بص كده، انت عندك هنا n في فاكتوريال 2n ماينس ال1. هو انت هنا بمنتهى البساطه نفسك في ايه؟ اصل انت خد بالك، انت هنا عندك 2n، عندك ايه؟ 2n. هنا انت عندك النية بره الفاكتوريال، انت نفسك في ايه هنا؟ انت نفسك في 2. هتقول لي ليه نفسك في 2؟ عشان انت عندك 2n في فاكتوريال 2n ماينس ال1. انا ممكن اشيل الاثنين الجمال دول كده وتعمل لي فاكتوريال واحد. طب هيبقى فاكتوريال ايه؟ هيبقى فاكتوريال 2n. طب ايه ده؟ ازاي؟ اصل بمنتهى البساطه فاكتوريال 2n ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن 2n في فاكتوريال 2n ونقص منه واحد، فهيبقى اللي قدامك ده. فانت علشان تمشي بالخطوات المنطقيه بتاعتك كان نفسك في هنا كام؟ 2. طب اللي نفسك فيه ما تعمله، بس اعمله بذكاء، طبقه بذكاء. انت حطيت هنا 2 او عملت الليفت هاند سايد تايمز 2، يبقى لازم اعمل ايه في الرايت هاند سايد؟ 2 عشان احافظ على علامه الايه؟ على علامه الايكوال. فبمنتهى البساطه هعمل هنا تايمز 2. امسح بقى الكلام ده. طب ايه اللي هيحصل؟ بمنتهى البساطه زودت ال2، زودت ال2، حافظت على علامه الايكوال، اشتغل. انت عندك 2n في فاكتوريال 2n ماينس 1 لم في فاكتوريال 1، يعني دي عباره عن فاكتوريال 2n. الكلام ده كده بيساوي عندك 2 في 12 ب 24. هتقولي طب وهعمل ايه بعد كده؟ بمنتهى البساطه انت عندك ادي فاكتوريال 2n، فاكتوريال 2n، فاكتوريال 2n بتساوي ال 24 دي مش عباره عن 4 في 3 في 2 في 1. هو انت ساعه ما بتيجي تعمل فاكتوريال لرقم مش بتبدا بالرقم ده وتعمله تايمز اللي قبله تايمز اللي قبله لحد ما ايه؟ ما تنتهي بال1. يعني انت بمنتهى البساطه عندك ال2n هتساوي كام؟ هتساوي ال4. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ يبقى بمنتهى البساطه عندك الn عندك بكام؟ ب2. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ يبقى في المسائل بتنقسم لحاجات. اول حاجه ان انت لو عايز تشطب فاكتوريال مع فاكتوريال، او لو عندك شويه حاجات وعايز تلمها كلها في ايه؟ في فاكتوريال واحد فقط لا غير. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ يلا بينا نكمل. المثال اللي بعده بيقول لك فاكتوريال n ماينس 1 بيساوي 1.
يقول لك فايند الان. في نوت جميله كده علشان ايه ما تنسوش الموضوع ده. ساعه ما تلاقي فاكتوريال بيساوي ال1 خد احتمالين. خد ايه؟ خد احتمالين. هتقول لي ليه؟ بمنتهى البساطه كده يا جماعه، لو انت مسكت الكالكليتر بتاعتك، طبعا انت تقدر تعمل الفاكتوريال ده بالايه؟ بالكالكليتر. يعني مثلا فاكتوريال، عايز اعمل فاكتوريال لعدد 7، فانت بتعمل 7 وبتدوس ايه؟ شيفت والزرار اللي هنا اللي هو اكس باور نيجاتيف 1 ده، وتدوس ايكوال، فيطلع لك على طول الايه؟ الرقم. لو جربت كده ان انت تعمل فاكتوريال 1 او تعمل لل1 فاكتوريال او تعمل للزيرو فاكتوريال، فهتبقى الاجابه بتاعتك ايه؟ 1. فانت لازم تعرف ان فاكتوريال الزيرو ب1 وفاكتوريال ال1 ب1. فانت لما تلاقي فاكتوريال اي حاجه بيساوي ال1 واللي انا بعمل له فاكتوريال ده انا ما اعرفهوش، تاخد لي احتمالين عشان انا ببقى مش عارف هو اللي جوه ده 0 ولا 1. في مشاكل يا جماعه، ما تنساش الحته دي. فبمنتهى البساطه ادي الاحتمالين اللي عندك. ادي عندك n-1 هتساوي الزيرو، اور ان ال n ماينس ال1 هتساوي كام؟ ال1. طبعا هنا ال n بتساوي الواحد، هنا ال n بتساوي 2، ويبقى الموضوع عندك ماله؟ يبقى الموضوع انتهى. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ اظن مفيش اي مشكله. هتقولي طيب ماشي، فهمت يعني ايه فاكتوريال، وعرفت ازاي اقدر اعمل الرقم فاكتوريال، وعرفت كمان بالكالكليتر، وعرفت مسائل السمبليفاي، وعرفت كمان ازاي اقدر اشطب فاكتوريال مع فاكتوريال ان انا بوصل الكبير للصغير، وازاي الم شويه حاجات في فاكتوريال واحد. اتدربنا على الكلام ده كله، واخدنا نوت كمان ان فاكتوريال للزيرو وفاكتوريال لل1 بكام؟ ب1. طب احنا ليه بندرس بقى الفاكتوريال؟ الابلكيشن يا جماعه بتاعت الايه؟ الفاكتوريالز في الثلاثه اللي انا كاتبهم لك قدامك دول. اول حاجه، لو انت عايز توزع، تعمل distribution ل n elements on n places. يعني مثلا انا معايا 3 طلاب، عايز اوزعهم على 3 كراسي، فهتعمل ايه؟ قال لك بمنتهى البساطه هتعمل لي فاكتوريال n. 3 اشخاص ب3 كراسي، الان هي الان، فانت هتعمل لي فاكتوريال n. في مشاكل الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. قال لك طب لو انت عايز ترتب، تعمل arrange ل n elements في one row، في صف واحد، هتعمل ايه؟ قال لك برضه هتعمل لي فاكتوريال ال n. في مشاكل الكلام ده؟ يعني معايا 3 طلبه عايز ارتبهم في صف واحد، فبمنتهى البساطه هتعمل فاكتوريال 3. طب لو معايا n elements وعايز ارتبهم بس في circular way in one circle، يعني بمنتهى البساطه هتعمل لي فاكتوريال n minus 1. ليه؟ عشان انت عندك في الترتيب الدائري بيحصل similar arrangement، فبمنتهى البساطه بعمل n minus 1، مش بعمل فاكتوريال n على طول. فتعالى كده نحل الايه؟ الكم سؤال اللي عندك هنا. طبعا في العباطه خالص بيقول لك how many ways to distribute 3 students on 3 chairs. فبمنتهى البساطه عدد الويز عندك هيبقى فاكتوريال 3. طبعا فاكتوريال 3 دي اللي هي بتساوي كام؟ 6 ويز. هنا عندك 3 students وعايز ترتبهم في 1 رو، فبمنتهى البساطه هتعمل لي برضو فاكتوريال 3 اللي هي عباره عن 6 ويز. طب لو عايز نفس الثلاثه طلبه دول ترتبهم بس في سيركلر تيبل، يعني في ترتيب دائري، فبمنتهى البساطه بعمل ايه؟ فاكتوريال n minus 1. طب انت عندك ال n هنا ب3، يعني هتعمل لي فاكتوريال 2. فاكتوريال 2 دي جت منين؟ ان دي عباره عن فاكتوريال n minus 1، يعني الكلام ده كده بيساوي ايه؟ 2 ways. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ عايزك دلوقتي توقف الفيديو، المعلومات اللي انا قلتها لك دي كلها تكتبها عندك. الكم مثال اللي انا حليتهم دول، احنا في الفيديو ده مش هنحل اكبر قدر ممكن من المسائل، عشان ده هيبقى في فيديو تاني هيبقى فيه كل الايه؟ الفروع مع بعض، بس لميت لك الايه؟ الافكار علشان تبقى دماغك مترتبه. هتوقف الفيديو تظبط دماغك وتظبط الكلام ده عشان ندخل بعد كده في الايه؟ في البرميتيشن. يلا بينا يا شباب، يلا بينا يا جماعه نكمل. هنتكلم دلوقتي بقى عن موضوع اسمه البرميتيشن. بمنتهى البساطه كده تعالى نقرا مع بعض الايه؟ الديفينيشن اللي قدامك ده بتاع البرميتيشن. بيقول لك ان البرميتيشن ده is an arrangement of set of elements in specific order. يعني اهم حاجه في موضوع البرميتيشن ده، وخلينا نرجع لاصل الموضوع، احنا بنستخدم البرميتيشن ده في مسائل الهاو ماني ويز عشان تقدر
تقول عدد الويز بتاعتك علشان تكون حاجه او تنفذ حدث معين. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. اهم حاجه في موضوع البرميتيشن ده هو الاوردر. طيب صلي على النبي كده وواحده واحده مع بعض. حضرتك هتستخدم ال NPR اللي هو البرميتيشن ده لما تسأل نفسك سؤالين. تسأل نفسك سؤالين ولازم تجاوب على السؤالين دول. طب ايه هما السؤالين دول؟ رقم 1 هتسأل نفسك الترتيب مهم ولا لأ؟ تاني حاجة التكرار موجود ولا لأ؟ طب جميل جدا. طب ايه هي الأجوبة على الأسئلة اللي أنا بسألها لنفسي دي عشان أستخدم البرميتيشن، عشان أعمل NPR؟ بمنتهى البساطة لو الترتيب مهم يعني الترتيب موجود، يعني الترتيب فارق، والتكرار مش موجود، ما ينفعش ان انت تكرر. من اول ما تسأل نفسك السؤالين دول وتلاقي ان الترتيب فارق والتكرار مش مهم، هتستخدم ال NPR، هتستخدم البرميتيشن. هتقول لي طيب ماشي، بي دي يعني برميتيشن، ايه ال N وايه ال R؟ بمنتهى البساطة كده يا جماعة، انت عندك ال N دي السات اللي انا بختار منها. يعني انت مثلا عندك في المثال اللي قدامك هنا بيقول لك how many ways to form two different digits number from 1 2 3 4 5. يبقى ال n عندك هي السات اللي قدامك اللي انت بتختار منها ال two different ايه digits. فانت عندك هنا ال n بكام؟ ال n ب5. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. طب ايه ال r؟ دي الحاجه اللي انا بختارها، الحاجه اللي انا برتبها. طب انت بتختار ايه او بتفورم ايه؟ بتختار two different digits. فبمنتهى البساطه انت عندك الار هنا بكام؟ ب2. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ خد بالك المثال ده انا حليته لك في اول الفيديو، حليته لك كده. لا، في الحاجات الكبيره قوي احنا على طول نستخدم ايه؟ بدل ما تقعد تعمل تايمز والكلام اللي احنا كنا بنعمله ده، انت على طول تحل ده بالبرميتيشن. بس بتحل بالبرميتيشن امتى؟ وهجمع لك الكلام ده كله في الاخر لما تسال نفسك سؤالين: ترتيب مهم، تكرار مش موجود. طب انا عرفت منين ان الترتيب مهم؟ بمنتهى البساطه، هو انت عندك مثلا ادي التو ديجيتس اللي عندك، لو كتبت هنا 2 وهنا 1، كتبت هنا 1 وهنا 2، فرقت ولا ما فرقتش؟ طبعا ده الترتيب مهم. انت عندك ده كده 21 وده كده 12، يبقى في الترتيب مهم ولا مش مهم؟ لا طبعا الترتيب مهم. ادي اول سؤال. طب التكرار، هو قايل لك اصلا how many ways to form two different، يبقى ممكن تكرر الديجيت؟ لا مستحيل ان انت تكرر الايه؟ الديجيت، عشان هو عايز different two different digits. فبمنتهى البساطه التكرار مش موجود. فعلشان تجيب لي النمبر اوف ويز علشان تفورم two different digits من السات اللي قدامك دي، فبمنتهى البساطه انا هعمل ايه؟ هعمل n اللي هي 5p2. وبمنتهى البساطه انت تقدر تستخدم الكالكوليتر على طول، ان انت هتكتب لي هنا 5 وبعد كده هتدوس لي شيفت بعد كده تايمز، هيعمل لك البي اللي هي البرميتيشن 2، فهتطلع معاك كام؟ هتطلع معاك 20. ده باختصار شديد يا جماعه احنا بنستخدم البرميتيشن في ايه؟ ترتيب مهم، تكرار مش موجود، تستخدم على طول الايه؟ البرميتيشن. تعال بقى ندخل بقى ايه مع بعض ازاي بقدر احسب البرميتيشن، المسائل بتاعت السمبليفاي، القانون بتاع البرميتيشن والكلام ده كله. بمنتهى البساطه كده يا جماعه، لو انت عندك 7 P2 دي اقدر احلها ازاي؟ هتقول لي بالكالكليتر. طب لو انا عايز اعملها على طول كده اكتبها هعمل ايه؟ قال لك بمنتهى البساطه، انت عندك هنا ايه؟ 7، عندك هنا ايه؟ 2. قال لك يعني الكلام ده عباره عن 7 في 2 في 8. 7 في ايه؟ في 8. هتقول لي طب ليه الكلام ده؟ بمنتهى البساطه انت بتعمل شويه حاجات تايمز بعض، بتبدا بالان، فانت عندك الان هنا بكام؟ ب7. عندك الار ب2، الار دي يعني عدد الارقام اللي انا بعملهم تايمز، فانت عندك هنا 2، فانت هيبقى عندك 7 و8. ادي هم كده ايه؟ 2، وبدات بال7. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. طب تعالى الثانيه 8 بي 3 دي عباره عن ايه؟ هتبدا بال8، ادي 8 تايمز اللي قبلها 7 تايمز اللي قبلها
6 وهقف. طب ليه؟ عشان انت عندك الار هنا بكام؟ ب3. يبقى انت عندك 3 ارقام تايمز بعض، في كل مره بتقلل ايه؟ بتقلل 1. طب تعالى هنا 15 بي 8 دي عباره عن ايه؟ ببدا ب 15 واعمل تايمز 14 وادي 13 12 11 10 كمل 9 8. هل بقى انت هتكتب الهبل ده كله؟ لا. اما هعمل ايه؟ من اول ما تلاقي عندك الار كبيره، يعني انت بتعمل 8 ارقام تايمز بعض، بتبدا بال 15 وتفضل كل مره تنقص واحد لحد ما توصل ل 8 ارقام تايمز بعض. بدل ما تعمل الكلام ده كله، انت ممكن تعمل لي كده، ادي 15 تايمز ال 14 تايمز ال 13، وتعمل لي هنا شويه نقط، وهنا تكتب لي اللاست تيرم. هتقول لي طب وانا هكتب له كده في الامتحان؟ يعني هكتب له لاست تيرم كده؟ لا، اللاست تيرم ده ليه قانون تقدر تحسبه بمنتهى البساطه. طب ايه هو القانون عشان اقدر اجيب اللاست تيرم على طول؟ قال لك n minus r plus ال1. فانت هنا لو عملت n minus الr، يعني انت عملت 15 ناقص ال8 هيبقى عندك 7 زائد الواحد 8، يبقى اللاست تيرم عندك بكام؟ ب8. يبقى تكتب لي هنا 8. فعلا كان عندي اخر ترم عندي كام؟ 8. في مشاكل يا جماعه؟ هنا شويه ايه؟ مهارات علشان تمشي ايه؟ تمشي نفسك. طب تعالى لي هنا، اول مسائل او اول انواع المسائل بتاعت البرميتيشن، ان هو مثلا هنا بيقول لك عندك 2x minus ال1 p2 بتساوي 210. طالب منك ايه؟ طالب منك الاكس. بمنتهى البساطه كده يا جماعه، انت عندك الاكس مكانها فين؟ مكانها في الان. طب هعمل ايه في الموضوع ده؟ بمنتهى البساطه عندك طريقتين عشان تحل مساله زي دي. اول طريقه بمنتهى البساطه كده، انت عندك الار بكام؟ ب2. هاتها كده علبه الالوان. عندك الار بكام؟ ب2. يعني انت عندك 2x minus ال1 p2 بتساوي حاجتين تايمز بعض. حاجتين ايه؟ تايمز بعض. المفروض الn والn minus 1. طب جميل جدا. هو انت تقدر تدور لي على رقمين consecutive يعني متتاليين البرودكت بتاعهم ب 210؟ 15 في 14. تاكد لي كده. 15 في 14 وتكتب لي الكبير هنا وهنا 14. الله، ما هو 15 في 14 ب 210. يبقى انت عندك الn اللي هي عباره عن 2x minus ال1 بتساوي كام؟ بتساوي 15. قدرت تجيب الاكس بمنتهى البساطه. بس عملت ايه هنا؟ بمنتهى البساطه شفت رقمين. طب ليه مش 3؟ ليه مش 4؟ ليه مش 5؟ ليه مش 8؟ عشان انت عندك الار ب 2، يعني عدد الارقام اللي انا بعملهم تايمز هم 2. فانت عايز رقمين، ومش اي رقمين، دول لازم يبقوا ايه؟ متتاليين. يبقى البرودكت بتاعهم ب 210. تكتب الكبير وبعد كده الايه؟ الصغير. فبمنتهى البساطه هنا يا جماعه هيبقى عندك ادي 2x ماينس ال1 بتساوي كام؟ 15. يعني بمنتهى البساطه عندك الاكس هتبقى بكام؟ 16 8. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ حد عنده مشكله؟ مفيش اي مشكله. طب افرض مثلا ان الرقم اللي هنا سخيف والار اسخف، هتعمل ايه في الموضوع ده؟ قال لك عندك طريقه جميله جدا. هو انت عندك الار بكام؟ الار ب 2. قال لك بمنتهى البساطه كده اعمل لي سكوير روت ل 210. طب اشمعنى سكوير روت؟ يعني الاندكس هنا 2 عشان عندك الار ب 2. طب لو مثلا الار كانت ب 3 اعمل كيوبيك روت، لو كانت الار ب 4 اعمل الفورث روت، لو كانت 5 اند سو اون. على حسب الار هتحدد الاندكس بتاع الايه؟ بتاع الروت. طب بعد كده هعمل ايه؟ ساعه ما اجي اعمل سكوير روت ل 210 هتطلع 14.4. هتعمل بقى ايه هنا؟ هتجرب. يعني ايه هتجرب؟ بص كده معايا، انت عندك 14، جرب الرقم اللي بعدها على طول اللي هو كام؟ 15. ساعة ما تيجي تعمل 15 P2 هتطلع معاك كام؟ 210. 200 وايه؟ 210. انت عارف انا بعمل ايه هنا؟ انا هنا بمنتهى البساطة عايز اعمل permutation بيساوي permutation. عندك هنا 2 وعندك هنا 2x minus ال1. عندك هنا 2 وساعة ما جربت 15 اللي هو الرقم اللي بعد ده على طول
طلع ب 210. يعني انت عندك 15 بي 2 ب 210. طب انت عندك اللي تحت هو اللي تحت، يبقى اكيد اللي فوق هو اللي فوق. يعني عندك 2 اكس ماينس ال 1 هتساوي 15. يعني برضو الاكس بكام؟ ب 8. في مشاكل يا جماعه الكلام ده بمنتهى البساطه كده، واحده واحده. هنا الطريقه الثانيه اللي انا عايزك اصلا تحل بيها، ما تحلش بالطريقه دي عشان ما تقعدش تجرب وتضيع وقت. هعمل ايه؟ بشوف الار، وعلى حسب الار هحدد الاندكس بتاع الروت اللي انا هعمله للريزلت. فهنا كان عندي الار ب 2، فرحت عامل سكوير روت ل 210. ساعه ما جيت اعمل لها سكوير روت لقيتها 14 بوينت شويه حاجات. هل الار سوري الان ممكن تبقى ديسيمال؟ لا طبعا. فبعد ال 14 على طول 15. على فكره ممكن ما تنفعش ال 15. هتعمل ايه؟ هتزود واحد تاخد ال 16. ما نفعتش ال 16 هاخد ال 17، وانت اخرك ان انت ايه؟ هتجرب مرتين. تمام؟ وتروح واخد الرقم اللي هنا تعمله بي 2 عشان تساوي بيرميتيشن ببيرميتيشن. هيبقى عندك الار هي الار، فاكيد الان هي الان. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ اظن مفيش اي مشكله. ندخل في اللي بعده. بمنتهى البساطه كده لازم نعرف الرول بتاع البيرميتيشن، ان انت عندك الام بي ار عباره عن 2 فاكتوريال. فاكتوريال فوق وفاكتوريال تحت. طب الفاكتوريال اللي فوق ده عباره عن ايه؟ فاكتوريال اللي فوق على فاكتوريال اللي فوق ماينس اللي تحت. يعني انت عندك الام بي ار عباره عن فاكتوريال ان على فاكتوريال ان ماينس الار. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. طيب عندك شويه نوتس كده هتساعدك في السمبليفاي والكلام ده كله، ان انت لازم تبقى عارف ان انت الام بي ان دي عباره عن الان. طب الام بي 0 دي عباره عن ال1. الام بي ان دي عباره عن فاكتوريال الان. في مشاكل يا جماعه؟ دي شويه اختصارات لازم تبقى عارفهم علشان هتساعدك في الايه؟ بمنتهى البساطه كده هتساعدك في السمبليفاي. طيب في سكيل مهمه جدا عايزك تاخد بالك منها، وهتساعدنا في حل مسائل جميله جدا، ومديلك مثال عليها. بمنتهى البساطه كده يا جماعه، هي فاكتوريال 8 على فاكتوريال 5 بتساوي ايه؟ هتقول لي بمنتهى البساطه انا عارف ان فاكتوريال رقم ببدا بالرقم واقعد انقص ايه؟ 1 لحد ما انتهي بالايه؟ بال1. ادي 5 4 ادي 3 ادي 2 ادي 1. الكلام ده اوفر. فاكتوريال ايه يا حبيبي؟ فاكتوريال 5 يبقى 5 4 3 2 1. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. عندك ال1 صح كده؟ الخمسه دول هيروحوا مع الخمسه دول، فهيتبقى لك ايه؟ هيتبقى لك 8 في 7 في 6. طب هي 8 في 7 في 6 تقدر تكتبها لي كبرميتيشن؟ بعمل ايه؟ اول رقم ده بيبقى الان، يعني هكتب هنا 8 وعملت 3 ارقام تايمز بعض، يبقى الار بتاعتك بكام؟ ب3. فالمنظر اللي قدامك ده اللي هو فاكتوريال 8 على فاكتوريال 5 اقدر اكتبه 8 بي 3. طب هل بقى انا هقعد اعمل الكلام ده كله ومش عارف ايه وبتاع؟ لا. لو عندك اللي فوق فاكتوريال اللي فوق اكبر من اللي تحت، فبمنتهى البساطه ده خليه ايه؟ احوله لبرميتيشن. طب احوله لبرميتيشن ازاي؟ باخد ال8 دي بي الفرق اللي ما بينهم. طب الفرق ما بينهم كام؟ 8 ناقص 5 3. طب هنا فاكتوريال n بلس 2 على فاكتوريال n ماينس ال2، عايز اكتبها بالبرميتيشن. طب هعمل ايه؟ اللي فوق ده هيبقى الn، يعني انت عندك ادي البي الn بتاعتها هتبقى n بلس ال2. طب الار هتبقى ده ماينس ده، فانت لما تيجي تعمل ده ماينس ده الn هتروح مع الn وهيبقى عندك 2 بلس ال2 بكام؟ ب4. فانا اقدر اشيل المنظر اللي قدامك ده واكتب مكانه ايه؟ n بلس 2 p4. طب هتقول لي ليه بعمل كده؟ هقول لك بص كده على المثال اللي عندك هنا ده. عندك فاكتوريال n ماينس 2 على فاكتوريال n ماينس ال6. هتقول لي طب ما انا سهله وجميله. هنا مثلا عايز منك ال n بكام؟ هتقول لي سهله وجميله. طالما عندي فاكتوريال فوق وفاكتوريال تحت بوصل الكبير للصغير واشطب والموضوع انتهى. طب بص كده، هو فين الكبير مبدئيا؟ الكبير هو اللي فوق. الكبير هو اللي فوق. فساعة ما تيجي تعمل لي سمبليفاي للكلام اللي قدامك ده هتعمل لي الاتي. ادي n ماينس 2 نقص 1
n minus 3 انا بعمل فاكتوريال n minus 2 في n minus 4 في n minus 5 فاكتوريال n minus 6. الكلام ده اوفر فاكتوريال n minus 6. فانت هتضيع لي ده مع ده وهتساوي لي بقى 1 2 3 4 4 براكتات تايمز بعض ب 360. طب وايه هنخلص بكره؟ يعني ايه بقى؟ ينفع اللي بيحصل ده؟ لا، في اسهل من كده بكتير. ما انت اخدت سكيل جميله جدا هنا بمنتهى البساطه. انا المنظر اللي قدامك ده اقدر احوله لبرميتيشن. ما هو اللي فوق اكبر من اللي تحت. طب هحوله ازاي؟ بمنتهى البساطه. اللي فوق ده او فاكتوريال اللي فوق ده بيبقى الان بتاعت البي، يبقى هنا ان ماينس 2 بي الفرق. طب ساعه ما اجي اعمل ان اهو ان ماينس 2 ماينس ان بلس ال 6. طبعا الان هتروح مع الان ونيجاتيف 2 بلس ال 4 بكام؟ 4. ايه الكلام ده بيساوي كام؟ 360. بقت اسهل. والله بقت اسهل. ليه؟ اصل انا هحل بالسوليوشن التاني، مش هدور بقى على ايه 4 ارقام ب 360 متتاليين. امال هعمل ايه؟ بمنتهى البساطه. انت عندك الار هنا بكام؟ ب4. يبقى انا هاخد الفورث روت لل 360. تعال نجرب كده. ل 360 هتطلع 4.3. ايه ال 4.3 دي؟ تعال نكتبها هنا. ساعة ما عملت الفورث روت ب 360 طلعت 4.3. هتزود عشان توصلها لكام؟ ل5. طب يلا بينا نجرب. 5 بي 4 عشان اساوي بي عشان هيبقى عندك الار هي الار فتساوي الان بالان. طب يلا بينا. ادي عندك 5 بي 4 بكام؟ ب 120. ايه ده؟ الطريقه بتاعتك باظت. لا ما باظتش. جرب اللي بعد الخمسه. ايه اللي بعد الخمسه؟ 6. طب يلا هعمل 6 بي 4 هتطلع 300 وكام؟ و60. هي اخرك مرتين. فبمنتهى البساطه ادي عندك n ماينس 2 بي 4 هتساوي، انا بوحد الار وبقعد اجرب في الان لحد ما توصل. وصلت عند كام؟ 6، بحيث ان 6 بي 4 بتساوي كام؟ 360. الار هي الار يبقى الان هي الان، يبقى بمنتهى البساطه عندك الان ماينس 2 بتساوي 6، يعني الان عندك بكام؟ ب 8. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ حد عنده مشكله؟ اظن مفيش اي مشاكل. ركز قوي في السكيل دي، مهمه جدا. طيب عندنا مثال تاني هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك 6 بي ار بتساوي 4 تايمز 6 بي ار ماينس ال1. عايز ايه؟ عايز الار بكام؟ بمنتهى البساطه علشان تجيب له الار بكام احنا عندنا قانون. ايه هو القانون؟ ان الام بي ار بتساوي 2 فاكتوريال، فاكتوريال فوق وفاكتوريال تحت. طب بتساوي ايه؟ قال لك فاكتوريال اللي فوق على فاكتوريال اللي فوق ماينس اللي تحت. طب يلا بينا نشتغل واحده واحده كده. ادي 6 بي ار يبقى هعمل فاكتوريال اللي فوق على فاكتوريال اللي فوق ماينس اللي تحت. الكلام ده بيساوي ادي 4 تايمز فاكتوريال اللي فوق على فاكتوريال اللي فوق ماينس اللي تحت. ساعة ما تعمل اللي فوق ماينس اللي تحت فهيبقى عندك 7 ماينس ار. في مشاكل يا جماعة الكلام ده؟ مفيش أي مشكلة. بمنتهى البساطة كده هلاحظ حاجة جميلة جدا، إن أنت عندك فاكتوريال 6 هتروح مع فاكتوريال 6 صح؟ طب مين الكبير؟ 6 هشيل منه ار ولا 7 هشيل منه ار؟ اكيد 7 هشيل منه ار. ما هي الار هتتشال من هنا ومن هنا. فين بقى الرقم اللي اكبر؟ طبعا الايه؟ ال7. فبمنتهى البساطه ده كده هيبقى عباره عن 7 ماينس ار فاكتوريال 6 ماينس الايه؟ الار. شلت ده حطيت ده مكانه. فبمنتهى البساطه عندك الفاكتوريال ده هيروح مع الفاكتوريال ده. طب تعالى بقى نشوف كده ايه بعد اللي احنا شطبناه ايه اللي بقى لنا. بمنتهى البساطه كده اتبقى لك هنا 1 بتساوي ادي 4 اوفر 7 ماينس الار. حد عنده مشكله يا جماعه؟ طبعا المساله خلاص خلصت. تعمل كروس مالتيبليكيشن فيبقى عندك 7 ماينس ار بتساوي ال4 ودي فهتبقى الار عندك بتساوي كام؟ بتساوي ال3. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ هتوقف الفيديو دلوقتي ترتب المسائل اللي احنا عملناها، تركز على السكيلز، القوانين، النوتس اللي عندك هنا،
وعلشان نكمل اخر حاجه عندنا وهي الايه؟ الكومباينيشن. يلا بينا يا شباب، يلا بينا يا جماعه ندخل في اخر جزء عندنا وهو الايه؟ الكومباينيشن. او ممكن نقول حاجه تانية لو ايه، لو في حد ابن ناس كده ولا حاجه، كومبينيشن. هي بتتقال كده على فكره، بس احنا عن ايه زي ما بتتقال لنا على طول كومباينيشن. تمام يا جماعه؟ تعالى نقرا الديفينيشن كده مع بعض. بيقول لك ان الكومباينيشن ده او الكومبينيشن is a selection of the items from larger set where the order doesn't matter. انا ممكن اقول لك matter وممكن اقول لك matter، فاهم؟ على حسب برضو، فاهم؟ عشان انا مش عارف ليه. ان شاء الله خير يا جماعه، ان شاء الله. combination ده بيقول لك ايه؟ is a selection of items from larger set where the order doesn't matter. يعني الاوردر مش مهم. فكك من الكلام ده كله. والله فكك من الكلام ده كله. انت هتسال نفسك نفس السؤالين الجمال. بص كده السؤالين الجمال، يلا بينا يا جماعه عشان عايزين نروح بمنتهى البساطه كده. انت هتسال نفسك سؤال، سؤالين مش سؤال واحد. الترتيب، التكرار. بمنتهى البساطه لو سالت نفسك السؤالين دول ولقيت ان الترتيب مش موجود، مش مهم، التكرار مش موجود، بمنتهى البساطه هتستخدم الايه؟ هتستخدم الان سي ار. طبعا انت عارف ايه الان وايه الار. يبقى انت في البرميتيشن كان الترتيب مهم، الترتيب فارق، بس التكرار مش موجود. هنا ولا ده ولا ده، ولا الترتيب ولا التكرار. هتقول لي طب ازاي؟ تعال نشوف المثال ده. بيقول لك how many ways to choose group of 3 students from 10 students. طيب بص كده، هو عايزك تكون جروب. الجروب ده مكون من 3 طلاب من اصل 10 طلاب. يعني مثلا انا عندي التيم بتاعي فيه باشمهندس يوسف، باشمهندس عبد الرحمن، وباشمهندس مجدي، وباشمهندس اسماء، وباشمهندس سلمى، ناس جميله، ناس جميله جدا. فبيقول لي كون ايه؟ جروب. فانا مثلا هكون اول ايه؟ جروب. فانا الترتيب والتكرار مش مهمين. طيب تعالى اثبت لك. انا مثلا اخترت يوسف وعبد الرحمن دول كده في جروب. هل الترتيب مهم ان انا اقول يوسف الاول ولا عبد الرحمن، او عبد الرحمن وبعد كده يوسف؟ لا، الترتيب مش مهم. طب التكرار، هل علشان اكون جروب ممكن اقول يوسف واختار يوسف برضو؟ لا، برضو ما ينفعش يبقى فيه تكرار. فبمنتهى البساطه مفيش ترتيب مفيش تكرار، على طول هستخدم الايه؟ الان سي ار. تحفه، مطلع اغنيه. مفيش ترتيب مفيش تكرار، هستخدم الان سي ار. تمام يا جماعه؟ الموضوع ايه؟ مش محتاج اي حاجه. بمنتهى البساطه كده انت عندك التوتال نمبر اوف الطلبه عباره عن 10، فانت هتعمل لي 10 سي 3 تطلع زي ما تطلع ويز. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. يبقى انت اخدت معايا 3 قوانين او 3 طرق تقدر تحسب بيهم الهاو ماني ويز بالفاكتوريال. واخدت مني البرميتيشن هتسال نفسك السؤالين، والكومباينيشن تسال نفسك السؤالين. في مشاكل يا جماعه؟ عشان تبقى المسائل ايه؟ الجميله دي خلصت معاك. طيب هنعمل ايه بعد كده يا جماعه؟ هنتكلم عن الرولز، هناخد نوت ازاي تعرف ايه تحسب الايه؟ الكومباينيشن من غير كمان كالكوليتر والكلام ده كله. طب يلا بينا. مبدئيا كده القانون بتاع الكومباينيشن عندك قانونين، او هو قانون والتاني ده مشتق منه. بمنتهى البساطه انت عندك الان سي ار دي بتساوي الام بي ار على فاكتوريال الار. ان سي ار بتساوي ام بي ار على فاكتوريال الار. وفي نفس الوقت الكومباينيشن ده بيساوي 3 فاكتوريالز، واحد فوق واثنين تحت. بتعمل فاكتوريال اللي فوق على فاكتوريال اللي تحت في فاكتوريال اللي فوق ماينس اللي تحت. فانت بمنتهى البساطه هنا عندك الان سي ار بتساوي الام بي ار على فاكتوريال الار، وبتساوي فاكتوريال اللي فوق على فاكتوريال اللي تحت تايمز فاكتوريال الان ماينس الايه؟ الان ماينس الار. في مشاكل يا جماعه؟ مفيش اي مشكله. طيب عندك مثلا 10 سي 4، عايز احسبها ازاي؟ هتقولي ما انا همسك الكالكليتر، بدل ما هدوس شيفت تايمز هعمل شيفت ايه؟ ديفايد. لا بص كده، بمنتهى البساطه لو عايز تحل لي حاجه زي كده هنعمل حاجه جميله جدا. هو مش ده عباره عن ام بي ار على فاكتوريال الار؟ طب هو فاكتوريال الار دي عباره عن ايه؟ ببدا ب4، بعد كده 3، بعد كده 2، بعد كده 1. دي ما فيهاش اي مشكله. طب الام بي ار دي انا كنت بعملها ازاي؟ بمنتهى البساطه ببدا بال10 وبعد كده اللي قبله وبعد كده اللي قبله وبعد كده اللي قبله وهقف. طب هقف ليه؟ عشان لازم يبقى هم 4 ارقام تايمز بعض. طب ليه؟ عشان عندك هنا الار بكام؟ ب4. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. عندك نوت لذيذه لطيفه هنا،
بتقول لك ان انت لو عندك الان سي اكس بتساوي الان سي واي عندك احتمالين مش احتمال واحد. اول احتمال وده لوجيك ان انت هيبقى عندك الاكس بتساوي الواي. الحاجه الثانيه ودي اللي انت دايما بتنساها، ان انت لازم تعرف ان انت لو عندك ان سي اكس بتساوي ان سي واي يعني عندك الان هي الان، فهيبقى عندك الاكس بلس الواي بتساوي الايه؟ بتساوي الان. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ قبل ما ادخل في السلايد اللي بعد كده كان في مساله بس ايه او حاجه كنت بعملها لك، كنت بقول لك البرميتيشن بيتعمل ازاي وايه سهى عليا، فاهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عندك 7 بي 2 دي عباره عن ايه؟ برافو عليك، هي مش 8، هي المفروض ايه اللي قبلها على طول اللي هي كام؟ 6. تمام يا جماعه، عشان ايه ما حدش يصطادني في ايه في حاجه متخلفه زي دي، هي مش ناقصه. اللي بعدها ايه عملناها على طول والدنيا ايه زي الفل، يعني انت ايه ما اتلخبطتش ولا اي حاجه، او لو اتلخبطت براحتك عادي يعني. تمام يا جماعه. باشمهندس يوسف هو انت ممكن تقلب لي انت عشان انا مرعوب؟ ثانيه واحده يا جماعه معلش، على مهلك، واحده واحده ارجوك. يلا بينا، خش في اللي بعده، خش في اللي بعده، خش في اللي بعده. يلا بينا يا جماعه، يلا بينا نحل، يلا بينا. اول فكره في المسائل ان انت مثلا يبقى عندك حاجه بالمنظر ده كده، ان انت عندك الان فيها مجهول وعايز المجهول ده، فانت عندك هنا اكس بلس ال1 سي 3 بتساوي 120. طالب منك الاكس بكام؟ طب الاكس دي فين؟ موجوده في الان. طب احنا في البيرميتيشن كنا بنعمل ايه؟ بمنتهى البساطه بشوف الايه الار بكام وعلى اساسه بختار الاندكس عشان اعمل لده ايه الروت. طب هنا هعمل ايه؟ قال لك بمنتهى البساطه نفس الموضوع بالظبط، انت عندك هنا 3 يبقى انا هاخد الكيوبيك روت. طب الكيوبيك روت بتاع ايه؟ برضو بتاع ال 120. بس ما تنساش في الكومباينيشن تعمل تايمز فاكتوريال التلاته اللي هي فاكتوريال الار. في مشاكل الكلام ده يا جماعه؟ ما فيش اي مشكله. هيطلع كام الكلام ده؟ ثانيه واحده يا جماعه معلش. 7 8.9 8.9 يبقى انا هختار ايه على طول؟ برافو عليك 9. فهجرب 9 سي 3 لو لقيتها ب 120 الموضوع تمام. طب جرب كده 9 سي 3 84 يبقى 9 مش نافعه. خد اللي بعدها ال 10 سي 3 هتطلع بكام؟ 120. يبقى انا هشيل ال 120 دي وهكتب مكانها ايه؟ 10 سي 3. ادي الكلام ده كده بيساوي ادي اكس بلس ال1 سي 3. عندك اللي تحت هو اللي تحت يبقى اكيد اللي فوق هو اللي فوق. في مشاكل يا جماعه؟ طيب عندك الاكس بلس ال1 هتساوي 10 يعني الاكس عندك هتساوي كام؟ هتساوي 9 وتبقى المساله بتاعتك خلصت على طول. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. المثال التاني بقى هيدربك على الايه القوانين، القانون بتاع الايه الكومباينيشن. طب يلا بينا نشتغل. بمنتهى البساطه انت عندك الكومباينيشن ده بيتفك بثلاثه فاكتوريالز، واحد فوق واثنين تحت. بعمل فاكتوريال اللي فوق على فاكتوريال اللي تحت في فاكتوريال اللي فوق ماينس اللي تحت. طب يلا بينا نشتغل. ادي عندك 7 تايمز ادي فراكشن ادي فاكتوريال اللي فوق اللي هو الان بلس 2 على فاكتوريال اللي تحت في فاكتوريال اللي فوق ماينس اللي تحت يبقى ان ماينس 1. صح كده يا جماعه؟ الكلام ده كده هيساوي ادي 10 وهفك ده بفراكشن واحد فاكتوريال فوق اللي هو فاكتوريال اللي فوق على فاكتوريال اللي تحت في فاكتوريال اللي فوق ماينس اللي تحت يعني ان ماينس 2. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. بمنتهى البساطه كده هلاحظ حاجه جميله جدا. ايه اللي انا هلاحظه؟ هلاحظ ان انت عندك فاكتوريال 3 هيروح مع فاكتوريال 3. طب جميل جدا. طب الان بلس 2 دي وعندك هنا ان بلس ال1. طب ما هو الان بلس ال2 ادي 7 تايمز وادي اعمل الايه؟ الفراكشن بتاعك. ده مش عباره عن ممكن اخد اللي جوه الفاكتوريال ده بره الفاكتوريال. فاكتوريال نقص من ده واحد يبقى ان بلس ال1. طب انا ليه بعمل كده؟ عشان بمنتهى البساطه اضيع فاكتوريال ان بلس ال1 مع فاكتوريال ان بلس ال1. خد بالك عشان هنا كان في ايه؟ كان في 10.
حلو الكلام، جميل. عندك تحت فاكتوريال n-1 وهنا فاكتوريال n-2. فين الكبير؟ اهو الكبير اهو. طب يلا بينا عشان عايز اوصل ده لده عشان اشطب مع بعض. هسحب ده بره الفاكتوريال يبقى n-1 فاكتوريال نقص من ده واحد هيبقى فاكتوريال n-2. وهنا عندك ايه؟ فاكتوريال n-2. بمنتهى البساطة عندك فاكتوريال n-2 هيروح مع فاكتوريال n-2. طب يلا بينا نكمل. يلا بينا نكمل. كده هيبقى عندك بالمرة كده يا جماعة، بالمرة السبعة دي بالتايمز واديها لي بالايه؟ بالديفايد. فيبقى عندك n بلس 2 اوفر n ماينس ال 1. الكلام ده بيساوي ادي 10 اوفر الايه؟ اوفر ال 7. طب هعمل ايه بعد كده؟ هعمل كروس مالتيبليكيشن. فهيبقى عندك ادي 7 n بلس ال 14. الكلام ده بيساوي ادي 10 n ماينس ال 10. وادي ده الناحية التانية فيبقى عندك 3 n. وادي ده الناحية التانية فهيبقى عندك 24. فهيبقى عندك ال n بكام؟ ب 8. لا هو تمام يا جماعة؟ حد عنده مشكلة في الكلام اللذيذ ده؟ مفيش أي مشكلة. تعالى ندخل في اللي بعده كده نشوف إيه الدنيا. هنا بقى إيه؟ أعمل لك دمج في الخلاط كده. بيرميتيشن بيساوي إيه؟ كومباينيشن. هتعمل إيه؟ قانون البيرميتيشن وقانون الإيه؟ كومباينيشن. بمنتهى البساطة طالب منك الإكس بكام؟ طب يلا بينا نشتغل. البيرميتيشن بيتفك باتنين فاكتوريال، واحد فوق وواحد تحت. بعمل فاكتوريال اللي فوق على فاكتوريال اللي فوق ماينس اللي ايه؟ اللي تحت. فيبقى عندك اكس ماينس 2. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. طب الكلام ده كده هيساوي ادي 10. اعمل لي فراكشن كومباينيشن. بعمل فاكتوريال اللي فوق اللي هو اكس بلس ال1 على فاكتوريال اللي تحت اللي هو 5 في فاكتوريال اللي فوق ماينس اللي تحت. يعني هعمل اكس بلس ال1 ماينس ال5 يبقى اكس ماينس كام؟ اكس ماينس 4. طب يلا بينا. في حاجات تروح ولا مفيش؟ طبعا في حاجات تروح. عندك فاكتوريال اكس بلس ال1 تروح مع فاكتوريال اكس بلس ال1. طب جميل. عندك ده عايز اتخلص من فاكتوريال. فين الكبير؟ ادي ده الكبير. طب يلا بينا واحده واحده. عندك هنا فاكتوريال 5. عندك هنا فاكتوريال اكس ماينس ال4. وعندك هنا كام؟ 10. وعندك هنا 1. وعندك هنا دي عباره عن اكس ماينس 2 x ماينس 3 في فاكتوريال x ماينس 4. صح ولا مش صح؟ طلعت دي بره الفاكتوريال اهي. ممكن تبقى فاكتوريال x ماينس 3، لا ده انا هطلعها كمان علشان ايه؟ اضيع ده مع ده. طب يلا بينا. ضيع فاكتوريال x ماينس 4 مع فاكتوريال x ماينس 4. يبقى انت كده عندك الكلام ده عباره عن 1 اوفر x ماينس 2 في x ماينس 3. ايه الكلام ده كده هيساوي 10 على فاكتوريال 5 1 على 12 1 على 12 1 على كام؟ 1 على 12. هنا بقى يا جماعه ممكن اعمل حاجه جميله. طبعا هي المساله خلاص ايه اتحلت. انت ممكن تعمل التو براكتس دول تايمز بعض، وبعد ما تعملهم تايمز بعض انا فاهم خلاص الموضوع انتهى. بس هنا انت ممكن تعمل حاجه جميله جدا، ان انت يعني تشقلب ده وتشقلب ده وتضرب دول والموضوع ايه بقت كوادراتيك والدنيا بقت ايه لذيذه. بمنتهى البساطه كده يا جماعه انت عندك الاكس ماينس 2 في اكس ماينس 3 بتساوي 12. صح ولا مش صح؟ صح. خلينا متفقين في الايه في الخطوه دي. طب انت عندك ركز. انت عندك التو براكتس دول كونسيكيوتيف. يعني ايه كونسيكيوتيف؟ يعني متتاليين. طب هو انت ممكن تدور لي على رقمين متتاليين البرودكت بتاعهم ب 12؟ انت عارف انا بعمل ايه؟ انا بدل عشان بس ما تتلخبطش مني، بدل ما اضرب التو براكتس دول في بعض او يبقى عندي كوادراتيك ايكويشن، انا ممكن اعملها بذكاء شويه. ايه هو الذكاء؟ انا لاحظت ان البراكت ده والبراكت ده متتاليين. ده x ماينس 2 ده x ماينس 3. فين الكبير؟
ده الكبير x minus 2. طب ما هو 12 دي ممكن اشيلها واكتب مكانها 4 times 3. ما هو 4 times 3 بكام؟ ب 12. طب ليه مثلا ما قلتش 1 times 12؟ ما انا عايز رقمين ايه؟ متتاليين، فتبقى 4 times ال 3 ساوي الكبير بالكبير او الصغير بالصغير، الاثنين هيطلع معاك ايه؟ نفس الانسر. فبمنتهى البساطه هيبقى عندك x minus 2 بتساوي كام؟ ال 4. يبقى الاكس عندك بتساوي كام؟ بتساوي ال 6. ولو كنت اخدت x minus 3 هتساويها بالصغيره اللي هي 3، فكنت هتودي النيجاتيف 3 دي الناحيه الثانيه بالايه؟ بالبوزيتيف، فبرضه هتطلع معاك الاكس بكام؟ ب 6. مهمه جدا يا جماعه دي ان انت تاخد بالك منها. مهمه ليه؟ علشان وقتك، علشان وقتك تخلص على طول كده بدل ما ايه؟ تحولها لكوادراتيك ايكويشن. المثال اللي بعد كده بيقول لك عندك 16 سي ار بلس ال 5 بتساوي 16 سي 2 ار ماينس ال 10. تذكر من حاجه، انت عندك ال n هي ال n، يبقى انت عندك اللي تحت بيساوي اللي تحت، او الار الاولانيه بلس الار الثانيه بتساوي الايه؟ بتساوي ال n. في مشاكل الكلام ده؟ يبقى هنا اهم حاجه ما تنساش ان انت تاخد لي احتمالين. اول احتمال ان انت تقول لي الار، وده اللوجيك، ان الار بلس ال 5 بتساوي 2 ار ماينس ال 10. الاحتمال الثاني ان انت عندك الار بلس ال 5 بلس 2 ار ماينس ال 10 بتساوي كام؟ بتساوي 16. طب يلا بينا نشتغل. وادي دي الناحيه الثانيه بقى عندك الار بتساوي 15، ومن هنا عندك 3 ار، وعندك 5 دي نيجاتيف 5، واديها الناحيه الثانيه بقت 21، بقت الار عندك بكام؟ ب7. دول كده الاحتمالين اللي عندك، ان الار تبقى ب15 او ان الار تبقى بكام؟ ب7. اخر سؤال معانا عشان نبقى خلصنا من الجزئيه دي يا جماعه، ونبقى كده خلصنا نص منهج الالجبرا. بيقول لك عندك الام بي ار بتساوي الان سي ار. من اول ما تشوف المنظر اللي قدامك ده هقول لك ايه؟ مش محتاج ان انت تعمل اي حاجه، بس بمنتهى البساطه. وانت مش عارف ان الان بي ار دي ننزلها زي ما هي، ننزلها زي ما هي، ادي ان بي ار بتساوي، هو مش الان سي ار اقدر اكتبها بالبرميتيشن؟ كنت بعمل ايه؟ كنت بقول ان بي ار على فاكتوريال ار. صح ولا مش صح؟ صح. ايه يبقى انت بمنتهى البساطه عندك فاكتوريال الار بيساوي ال1. طب وانا امتى الفاكتوريال الريزلت تبقى 1؟ والله حاجتين، لو الار بتساوي الزيرو، او ان الار عندك بتساوي كام؟ ال1. ودي مهمه جدا علشان ما تنساش. فمن اول ما تلاقي الام بي ار بتساوي الان سي ار تقول له وطبعا طالب منك الار، فتقول له ان الار بزيرو او بكام؟ ب1 على طول. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ ظبط نفسك، ظبط نفسك كده ورتب تفكيرك، ظبط المسائل، اكتب المسائل كلها، حلها، عشان دي تعتبر الافكار اللي عندك. تمام يا جماعه؟ يلا بينا عشان ندخل في اللي بعده. يلا بينا حبايبي بقى ندخل على chapter 1 algebra. احنا خلصنا ال counting principle وال permutation وال combination. ندخل بقى على الجزء الأول من المنهج بتاعك اللي كان بيتكلم عن حاجة اسمها ايه؟ حاجة اسمها sequence. حاجة اسمها ايه؟ sequence. تعالى بقى ايه أهندلك دماغك في الموضوع ده. يلا يا طاطس، يلا حبيبي، عايز كده ايه الدم يخبط في الايه؟ في النافوخ كده، وركز معايا. بص كده يا حبيبي، سيكونس دي يعني ايه؟ قال لك دي يعني اعداد مترتبه بطريقه معينه بيتحكم فيها قانون ما. بيتحكم فيها ايه؟ قانون ما. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بمنتهى البساطه دي عباره عن اعداد مرتبه بيحكمها قانون، علشان يعني بمنتهى البساطه كده يتخلق لك باترن. يتخلق لك ايه؟ باترن. طب يعني ايه الكلام ده؟ مبدئيا كده عشان مش عايزك تسيح مني، وانا عايز ان انا الخص لك الموضوع بسرعه. في شويه رموز وشويه مصطلحات عايزك تاخد بالك منها، تمام؟ علشان دي اللي احنا هنبني عليها الشابتر ده. بمنتهى البساطه كده، انت عندك حاجه اسمها تي ان، وعندك حاجه اسمها تي ان بس between two brackets. ايه الفرق ما بين ده وده؟ قال لك بمنتهى البساطه
ساعة ما اكتب لك تي ان بس ده معناها الجنرال تيرم. يعني ايه جنرال تيرم؟ اللي هو القانون اللي هو بيتحكم في هذه السيكونس. تمام تمام. طب لو عملت لك تي ان بس between two brackets، دي معناها ايه؟ دي معناها السيكونس نفسها. السيكونس ايه؟ نفسها. طب يعني ايه هندسة الكلام ده؟ تعالى بقى ناخد ايه شوية امثلة كده على الايه السيكونس. يلا بينا يلا بينا. بص كده، لو عندك مثلا رقم واحد، عملت لك تي ان between two brackets، دي معناها السيكونس بتاعتك. السيكونس دي عبارة عن مثلا 1 3 5 7. دي يا معلم سيكونس ولا مش سيكونس؟ سيكونس طبعا. ليه سيكونس؟ بمنتهى البساطة، أعداد مترتبة وبيحكمها قانون. إيه هو القانون ده؟ إن أنا مثلا كل مرة رحت مزود 2، أهو رحت مزود 2، أهو رحت مزود 2، يبقى بيحكمها قانون ولا مش بيحكمها قانون؟ بيحكمها قانون. فدي كده بسميها سيكونس. مالكش دعوة بقى أريثماتيك ولا جيومتريك ولا الكلام ده كله، مش موضوعنا دلوقتي. بس أنا عايز أقول لك على حاجة، إن هذه السيكونس ليها صفة بتتميز بيها، ألا وهي إيه؟ إن هي عندها last term. إن هي عندها إيه؟ ترم أخير. فدي كده بسميها finite sequence. finite إيه؟ sequence. حد عنده مشكلة؟ مفيش أي مشاكل. مش كده وبس، عندك أول ترم عندك في السيكونس بسميه إيه؟ يعني الإيه عندك هنا ب1، وآخر ترم عندك في السيكونس بسميه L، فال عندك هنا ب7. دي شوية مصطلحات وشوية رموز وشوية حاجات كده لازم تبقى انت واخد بالك منها. طيب تعالى ناخد واحدة كمان. 2 مثلا، عندك سيكونس، عشان كده عملتها between two brackets، عبارة عن 1 4 9 16 and so on. دي سيكونس ولا مش سيكونس؟ اه طبعا سيكونس. ليه؟ ده يا معلم بص كده، ده كده تي 1، ده كده تي 2، ده كده تي 3، ده كده تي 4. صح صح. الترتيب بتاع الترم بكتبه تحت. الترتيب بتاع الترم بكتبه ايه؟ بكتبه تحت. الترتيب بتاع الترم بالنسبه لي انا اسمه ان. يعني الان ده هو الاوردر اوف الترم، الاوردر اوف الايه اوف الترم. يبقى احنا اخدنا رمز الايه اول ترم، ال ده اخر ترم عندك في السيكونس، الان ده الاوردر اوف ذا ايه، الاوردر اوف ذا ترم. جميل جدا. طب انت عايز تقول لي ايه هنا؟ بمنتهى البساطه، انا هنا ساعه ما عملت 1 باور 2 طلع لي 1، عملت 2 باور 2 طلع 4، 3 باور 2 طلعت 9، 4 باور 2 طلعت كام؟ 16. يبقى بيحكمها قانون ولا مش بيحكمها قانون؟ بيحكمها قانون. يبقى هذه الاعداد اللي مترتبه دي سيكونس. ومش كده وبس، دي السيكونس دي ملهاش نهايه، انا ما عنديش لاست تيرم عشان دي مكمله الى ما لا نهايه. فدي كده بسميها infinite sequence. infinite ايه؟ sequence. حد عنده مشكله يا شباب في الكلام ده؟ مفيش اي مشاكل. طيب التو سيكونسز اللي انا عملتهم لك دول بمنتهى البساطه، انا بلاحظ ان ال1 بقت 3، ال3 بقت 5، ال5 بقت 7، فدي كمان اقدر اقول عليها increasing sequence، تزايديه. increasing ايه؟ sequence. السيكونس اللي تحت 1 4 9 16 دي بتزيد، يبقى برضو اسمها increasing ايه؟ سيكونس. حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ انا ببني معاك واحده واحده، ببني معاك واحده واحده، وهتلاقي الموضوع في الايه، في التاتس، هتلاقيه في الايه، في الجمال منه خالص. طيب رقم 3 يا معلم، لو مثلا عملت لك سيكونس بهذه الطريقه، عباره عن مثلا 50 45 40 and so on. تمام. سيكونس ولا مش سيكونس؟ سيكونس، عشان بمنتهى البساطه انا كل مره بنقص خمسه، يبقى بيحكمها قانون. بيحكمها قانون اللي هو الجنرال تيرم. صح صح، يبقى دي سيكونس. طب تقدر تقول لي السيكونس دي انكريزنج ولا ديكريزنج؟ طبعا مش محتاجه هبل، دي ديكريزنج عشان مالها بتقل. وطبعا هي باينه جدا ان هي مكمله الى ما لا نهايه، يعني دي انفاينايت سيكونس. في مشاكل؟ مفيش اي مشكله. رابع واحده علشان نخلص بقى من الايه، من الانواع والكلام ده، اللي هي المقدمه. لو انت عندك سيكونس بالمنظر ده، عباره عن 2 -4 8 -16 and so on.
جيت قلت لك دي سيكونس ولا مش سيكونس؟ دي سيكونس. هتقول لي ايه ده، انا مش عارف هي بتزيد ولا بتقل ولا انا بعمل ايه. قال لك بمنتهى البساطه، انا لاحظت ان انا ساعه ما جيت عملت هنا عملت تايمز نيجاتيف 2 صح. ساعه ما جيت عملت هنا لقيت برضو تايمز نيجاتيف 2 صح. ساعه ما جيت هنا رحت عامل تايمز نيجاتيف كام، نيجاتيف 2. يبقى بيحكمها قانون ولا مش بيحكمها قانون؟ هذه الباترن بيحكمها قانون. يبقى دي سيكونس ولا مش سيكونس؟ سيكونس. هتقولي بقى طب دي انكريزنج ولا ديكريزنج؟ دي واحده بوزيتيف والتانيه نيجاتيف، واحده بوزيتيف والتانيه نيجاتيف، فدي كده بسميها alternating سيكونس. يعني ايه alternating؟ يعني تردديه، مره بوزيتيف مره نيجاتيف، مره نيجاتيف مره بوزيتيف. في مشاكل في الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. يبقى احنا في الجزء اللي احنا عملناه هنا ده اتكلمنا عن السيكونس، عرفنا بعض الرموز زي ان اول ترم ايه، اخر ترم ال، اللي هو اللاست ترم، يعني ان الان ده الاوردر اوف ذا ترم، تي ان لوحدها ده معناها القانون اللي بيتحكم في السيكونس، لو حطيت تو براكتس دي معناها السيكونس نفسها. وعرفنا انواع الايه، السيكونس بتاعتك. في مشاكل في الكلام ده؟ اظن مفيش اي مشكله. طيب ندخل بعد كده ان انت عندك برضو في اول درس اللي هو كان بيتكلم عن السيكونس، انا لسه ما دخلتش في اي حاجه ولا اريثماتيك ولا جيومتريك، ان انت كان عندك حاجه اسمها، ومش عايزك تتخض يعني منها خالص يعني عشان ده ايه، هبل الهبل. في مسائل كده يجي يقول لك رايت الجنرال تيرم اوف السيكونس او الرول اوف ذا سيكونس. تمام. طبعا انا مش عايزك تتخض منها، عشان انت بتقولي انا مش بعرف اكتب الجنرال تيرم بتاع السيكونس اللي هو بيديها لي. طبعا انت بتجرب في الاختيارات اللي عندك، بتجرب في في الاختيارات اللي عندك. بس في بعض الحاجات انا عايزك تاخد بالك منها عشان هي متكرره. طبعا كل حاجه انت بتشوف بتقل بتزيد بتعمل تايمز بتعمل باور، شبه ما احنا ما اخدنا المسائل اللي هنا. ما خد بالك اللي انا كنت بعمله تحت بالاصفر، سواء هنا او مثلا هنا او هنا او هنا، اللي هو كان بالاحمر هنا، ما هو ده القانون اللي بيتحكم في في السيكونس. فهو ساعات بيطلب منك ان انت بقى تكتب له الجنرال تيرم، يعني تجيب له التي ان. تمام. طيب ده بقى انت هتعمله ازاي؟ بمنتهى البساطه، هتعوض في الاختيارات. هتعوض في في الاختيارات اللي عندك، وتشوف اللي مظبوطه هي دي اللي انت هتختارها. بس انا مش هسيبك في بعض الحاجات كومن شائعه بتتكرر، فانا عايزك ان انت تبقى سريع، بدل ما انت ما تقعد تجرب، عشان دي مش بيبقى محكومه بحاجه معينه او بجنرال تيرم معين زي الاريثماتيك او الجيومتريك، النوعين دول. فانت بتقعد تجرب. بس في بعض الحاجات انا ممكن اسهلها عليك، زي مثلا رقم واحد، لو انا عملت لك سيكونس بالمنظر ده عباره عن 2 4 6 and so on، لو عملت لك واحدة زي كده 1 3 5 7 and so on. تمام. تعالى لي كده في الاتنين دول، هتلاحظ بص كده يا معلم، انت عندك ده كده الارقام دي ايفن، الارقام دي ايفن. طب بص هنا كده الارقام دي الارقام دي اود. طب هجيب القانون اللي بيتحكم في البتاع ده ازاي؟ قال لك بمنتهى البساطه، من اول ما تلاحظ، من اول ما ما تلاحظ ان السيكونس بتاعتك ايفن او السيكونس بتاعتك اود، بمنتهى البساطه الجنرال تيرم بتاعك عباره عن 2n بلس الترم اللي قبل اول ترم. ده كده الجنرال تيرم لو السيكونس بتاعتك even or odd. even or even or odd. في مشاكل في الكلام ده؟ مفيش اي مشاكل خالص. طب ركز. انت عندك هنا even، جميل جدا، يبقى انا شغال في اللي هي رقم واحد. انت عندك هنا even، يبقى الجنرال تيرم بتاعك عباره عن 2n بلس الترم اللي قبل اول ترم. هتقول لي الترم اللي قبل اول ترم ده اللي هو الواحد، لا يا حبيبي، ده اللي هو الزيرو، ده اللي هو مش عارف ده في ده اللي هو الزيرو. ما احنا شغالين ايفن، فهتبقى 2n بلس الزيرو يعني بتساوي 2n، وشكر الله سعيك كده، انت جبت لي جبت لي الجنرال تيرم بتاعت هذه السيكونس. طب تعالى لي في الثانيه هنا، دي اود صح؟ يبقى الجنرال تيرم احفظ بقى 2n بلس الترم اللي قبل اول ترم. طب الترم اللي قبل ده هتقول لي زيرو، لا نيجاتيف 1، فتبقى 2n بلس نيجاتيف 1 بتساوي 2n ماينس ال1، وشكر الله سعيك.
في مشاكل في الكلام ده؟ مفيش اي مشكله خالص. طيب ركز معايا كده شويه. لو 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 كان الامر امري، بص كده يا ابني، نفس السيكونس دي، نفس الايه، السيكونس دي، بس رحت عامل لك هنا نيجاتيف، عامل لك هنا بوزيتيف، عامل لك هنا نيجاتيف. نفس السيكونس دي بس رحت عامل لك هنا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، يعني alternating يعني. هتجيب الجنرال تيرم ازاي؟ قال لك بمنتهى البساطه، هتجيب الجنرال تيرم اكنك مش شايف الاشارات، ماشي، وبعدين مش جبت هنا ان الجنرال تيرم عباره عن 2n قبل الاشارات؟ طب انا ملاحظ ان انا عندي نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، وتحت هنا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، يعني alternating. قال لك لو البدايه بتاعتك نيجاتيف، بتاخد الجنرال تيرم وتضربه في نيجاتيف 1 للباور n، للباور ايه ان، يعني الجنرال تيرم هنا هيبقى عباره عن نيجاتيف 1 باور ان مضروبه في 2 ان. في مشاكل؟ مفيش اي مشكله. طب تعالى لي في الثانيه دي اللي هنا دي، عندك بوزيتيف نيجاتيف، خد بالك ان هنا كانت البدايه ايه، البدايه كانت نيجاتيف. لو البدايه نيجاتيف بعمل ده. طب لو البدايه بتاعتي بوزيتيف بعمل ايه؟ بعمل نيجاتيف 1 باور ان بلس ال 1 في الجنرال تيرم عادي اللي هو كان عباره عن 2 ان ماينس ال 1. في مشاكل يا شباب؟ حد عنده مشكله؟ يبقى احنا اخدنا بالنا من حاجه مهمه جدا، خد بالك ان لو البدايه بتاعتي بوزيتيف يبقى هعمل كده مع الجنرال تيرم عادي من غير ما اشوف الاشارات. طيب لو البدايه بتاعتي كانت نيجاتيف يبقى هعمل ايه؟ نيجاتيف 1 باور ان بس. في مشاكل يا شباب؟ حد عنده مشكله يا اولاد؟ يا طاطس كده تمام؟ كده تمام. خلصنا اول حاجه ان احنا اتكلمنا بشكل عام عن السيكونس. عن الايه؟ السيكونس. حابب تتكلم عن ايه يا هندسه دلوقتي؟ حابب ان انا اتكلم معاك يا معلم عن السيريس and السمشن نوتيشن. ايه بقى موضوع السيريس ده يا معلم؟ قال لك بمنتهى البساطه السيريس دي سيكونس، بس بيبقى طالب منك مجموع عدد من الترمات، مجموع عدد من الايه، من الترمات. يعني السيريس دي اكتبها لك ازاي؟ بمنتهى البساطه، بمنتهى البساطه لو انت عندك سيكونس بالمنظر ده مثلا، عباره عن 2 4 6 8 10 12 14 16 and so on. دي سيكونس ولا مش سيكونس؟ سيكونس، كل مره بزود ايه؟ بزود 2 والدنيا زي الفل. تعالى بس عايز اعرفك على حاجه قبل ما نتكلم عن السيريس كمنظر للسيريس يعني، او شكل السيريس. عايز اتكلم عن مصطلح اول مره انت تاخده السنه دي يعني، وهي علامه السمشن والكلام ده. فتعالى كده هسالك سؤال، لو هنا قلت لك لو سمحت find السم from الفورث تيرم to السيفنث تيرم، حضرتك هتعمل ايه؟ بمنتهى البساطه هتيجي على الترم الرابع اهو، وتروح واخد الرابع والخامس والسادس والسابع، تروح عاملهم لي بلس ايه؟ بلس بعض. احنا في الرياضه زي ما قلت لك مليون مره اقول لك ان احنا في الرياضه ما بنحبش اللت والعجن، ما بنحبش الرغي. يعني بدل ما انا ما اتكلم واقول لك find the sum from the fourth term to the seventh term، انا ما بحبش الكلام ده. لا، انا هرمز للكلام ده ان انا بطلب منك السم، دي علامه السمشن، دي علامه الايه؟ السمشن. from هنا بكتب ترتيب اول ترم، وهنا بكتب ترتيب اخر ترم. يبقى هنا الاوردر بتاع الفيرست ترم، وهنا الاوردر اوف الايه، اخر ترم، اللاست ترم، الاوردر اوف اللاست ترم. تمام تمام. طب وهنا بقى يا معلم بكتب ايه؟ هنا بكتب الجنرال تيرم او القانون، القانون اللي بيتحكم في ترتيب هذه الاعداد في السيكونس. طب يعني ايه الكلام ده؟ بمنتهى البساطه، هنا هو عايز السم from الفورث تيرم to السيفنث تيرم. اترجم دي رياضه ازاي؟ بمنتهى البساطه، هو عايز السمشن from الفورث تيرم to السيفنث تيرم. فهتقول له من اول الان مثلا بفور لحد الايه، ال7. طب هنا يا معلم بقى بكتب ايه بعد علامه السمشن؟ القانون او الجنرال تيرم او اي حاجه. تمام، القانون. فهنا القانون انا ملاحظ ان ده كده كل الاعداد اللي موجوده هنا ايفن، كل الاعداد هنا ايه؟ ايفن. فاتفقنا مع بعض لو ايفن بعمل 2n بلس الترم اللي قبل اول ترم.
طب الترم اللي قبل اول ترم اللي هو 0 يبقى 2n. يبقى ده كده باختصار شديد الكلام اللي مكتوب هنا ده. في مشاكل يا شباب؟ مفيش اي مشكله، بس هو في بس حاجه بس ايه طط الصغنونه خالص خالص مالص، الا وهي ايه؟ الا وهي بص كده، نجيب بس لون لذيذ كده لزوز، ان انت بتستبدل الان دي بتكتبها ار يعني، وبتكتب هنا ار. في مشاكل يا شباب في الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. طيب كده احنا عرفنا موضوع علامه الايه السمشن وازاي بعبر عنها وكل المعلومات اللي ايه عندها. ايه موضوع السيريس يا معلم؟ بمنتهى البساطه ان انا اكتب لك السيكونس بتاعتك بس بالمنظر ده، اقول لك 2 بلس 4 بلس 6 بلس كذا 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 مثلا لحد بلس 16، فيبقى طالب منك السمشن بتاع السيكونس. تمام. تمام. ايه اللي هنتكلم بقى عنه دلوقتي؟ هتكلم عن properties بتاعت السمشن. طبعا السمشن انت بتعرف تعمله بالكالكليتر، طبعا انا مش محتاج ان انا اقول لك، انت اكيد عارف من قبل ما تاخد الدرس اصلا. انت اي حاجه بتبقى بتتعمل بالكالكليتر بتبقى ايه؟ فلاح. ماشي ماشي. اول حاجه من البروبرتيز ان السمشن بيتوزع. السمشن بيتوزع، يوزع. بص كده يا ابني، ادي سمشن. لو عندك مثلا فروم الار باي توتوس لحد مثلا هنا 5، وعندك هنا ار باور 2 بلس 2 ار ماينس ال1. يعني ايه السمشن بيتوزع؟ يعني الكلام ده هو عباره عن سمشن فروم الار ب1 لحد ال5 ار باور 2 بلس سمشن فروم الار ب1 لحد ايه ال5 2 ار ماينس سمشن فروم الار ب1 لحد ال5 1. في مشاكل في الكلام ده؟ يبقى اول بروبرتي عندك، اول بروبرتي ركز بقى عشان نخلص بقى من ايه من الشابتر ده بسرعه بسرعه كده. اول بروبرتي عندك ان هو ايه بيتوزع. طب جميل جدا. تاني بروبرتي ايه يا معلم؟ تاني بروبرتي ان الكونستنت تقدر تسحبه قبل السمشن، قبل علامه السمشن. يبقى الكونستنت يتسحب او تقدر تسحبه يعني قبل السمشن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو عندي سمشن فروم الار ب1 لحد الار ب5 5 ار، الكلام ده هو لو سحبت الخمسه دي قبل علامه السمشن، قبل علامه الايه السمشن. في مشاكل يا شباب في الكلام ده؟ اظن مفيش اي مشاكل خالص. يلي هوي اظن مفيش مشاكل خالص، والدنيا ايه زبادي خلاط، والدنيا دماغنا متهندله. الله، انا اول مره افهم قوي كده. انا احس ان انا مبسوط يا هندسه. صح انت مبسوط يا حبيبي؟ يلا حبيبي، يلا حبيبي، علشان انا ظهري وجعني ومش قادر. بص يا حبيبي، هتكلم بقى عن قوانين بتاعه السمشن. القوانين بتاعه الايه السمشن. ايه هي القوانين بتاعه السمشن؟ قال لك اول قانون عندك السمشن فروم اي حاجه تو اي حاجه الكونستنت. يبقى السمشن بتاع الكونستنت يعني لو عندي اي رقم، عندي اي ايه رقم، يعني مثلا عندي اهو ار ب1 وهنا 6 وهنا 2، عايز اعرف الكلام ده بكام. قال لك بمنتهى البساطه، بمنتهى التاتس، السمشن بتاع الكونستنت عباره عن الكونستنت تايمز اللي فوق. يعني هتاخد الكونستنت ده تعمله تايمز ده. يعني بمنتهى البساطه هاخد الكونستنت ده اعمله تايمز 6، يبقى 2 في 6 ب 12. وطبعا ليها اثباتات واستنتاجات والكلام ده كله، بس ده مش وقتنا دلوقتي، مش وقتنا خالص دلوقتي. تمام. تمام. رقم 2، لو عندك سمشن فروم اي حاجه تو اي حاجه، تمام، وعندك هنا ار باور 1، ار باور كام؟ ار باور 1، فالكلام ده كده هيساوي كام يا معلم؟ تعال نجيب اللون الاخضر. قال لك ان الكلام ده كده هيساوي اللي فوق في اللي بعده على الاتنين. يعني ايه يا هندسه الكلام ده؟ بمنتهى البساطه كده، لو انا قلت لك السمشن فروم الار ب1 لحد ال6 وعندك هنا ار، الكلام ده كده بيساوي كام؟ قال لك بمنتهى البساطه الكلام ده كده هيساوي اللي فوق اللي هو 6 في اللي بعده اللي هو 7 اوفر كام؟ الاتنين. يعني 42، يعني ايا كان بقى. تمام. 42 21. ظهري مش قادر. تمام يا شباب، حد عنده مشكلة؟ مفيش أي مشاكل خالص. طيب رقم 3، الرول التالتة والأخيرة، لو عندك سمشن فروم أي حاجة تو أي حاجة بس عندك الار هنا سكويرد، هتعمل إيه بقى؟ قالك اللي فوق في اللي بعده في مجموعهم على اللي فوق.
يعني ايه الكلام ده؟ تعالى اكتبها لك بس كده الاول. انا عايزك تجيب ورقه وقلم وتكتب ورايا، فاهم؟ يعني انا كده كده بكتب، انا قاصد ان انا اكتب معاك كده علشان ايه؟ احنا بنشتغل مع بعض. يبقى اللي فوق، اللي بعده، في الصم بتاعهم. مش عارف انا بعملها كده ليه، اللي هو بتاع ده وده يعني. تمام. تمام على اللي فوق. حد عنده مشكلة؟ يعني مثلا لو عندك حاجة بالمنظر ده كده، summation from ال r ب 1 to ال 6 r power 2، الكلام ده كده هيساوي كام يا معلم؟ قال لك ان الكلام ده كده هيساوي اللي فوق 6 في اللي بعده 7 تايمز مجموعهم 13 على اللي فوق اللي هو 6، وشكر الله سعيك. حد عنده مشكلة يا شباب في الكلام ده؟ مفيش أي مشكلة. كده احنا خلصنا يعتبر اللي هو إيه؟ أول درسين اللي هو الإيه؟ السيكونس والسيريس. تعالى بقى نتكلم. أنا هوقف دلوقتي الفيديو، تمام؟ علشان أنت إيه؟ تهندل أمورك، علشان بعد كده هشتغل الأريثماتيك والجيومتريك سيكونس مع بعض. يعني الاتنين هعملهم إيه؟ قصاد بعض كده عشان تبقى عارف الفرق ما بينهم، ونخلص على طول إيه؟ في التوتس منه على طول. تمام يا شباب؟ يلا بينا نكمل. يلا بينا يا شباب نكمل. مقارنة بقى ايه سريعة في التوتس خالص ما بين الاريثماتيك سيكونس والجيومتريك سيكونس. طبعا اريثماتيك سيكونس والجيومتريك سيكونس ده بيبقى ليهم شكل محدد، بتبقى الاعداد مترتبة بطريقة محددة. يعني بالبلدي كده القانون اللي هو الجنرال تيرم بيبقى ثابت. بيبقى ايه؟ بيبقى ثابت. فبمنتهى البساطة كده قبل ما نبدأ خالص كده، قال لك ان الجنرال تيرم، انا هتكلم اول حاجه عن الجنرال تيرم. الجنرال تيرم بتاع الاريثماتيك سيكونس ده بيبقى عباره عن ايه؟ قال لك ده عباره عن ايه بلس ان ماينس ال1 في الدي. هتقول لي ايه ده؟ مالكش دعوه دلوقتي. رقم اتنين ايه وخرا ايه؟ سوري يا شباب. رقم واحد، الجنرال تيرم بتاع الجيومتريك سيكونس ده عباره عن ايه؟ ار باور ان ماينس ال1. ايه الكلام اللي قدام حضرتك ده يا معلم؟ في ايه في الكلام ده؟ بمنتهى البساطة، بمنتهى التاتس. ايه هو التاتس اللي انا عايز اتكلم عنه؟ ان انت عندك الاريثماتيك الاريثماتيك سيكونس، السيكونس بتاعتك بتبقى بالمنظر ده كده. بص كده يا معلم، بيبقى عندك هنا ادي السيكونس A، بعد كده A بلس D، بعد كده A بلس 2D، بعد كده A بلس 3D and so on. تمام. يعني انت لو لاحظت او اخدت بالك من حاجه هنا كده، ان انت كل مره بزود دي، هنا رحت مزود دي فبقت 2 دي، هنا رحت مزود دي بقت 3 دي. هتقول لي ايه الدي ده؟ ده كده الدي ده مصطلح اسمه الكومن ديفرنس. اسمه الكومن ايه؟ الكومن ديفرنس. طيب تعالى برضو اتكلم معاك برضو ايه كان جنرال يعني عن موضوع الجيومتريك سيكونس. ان الجنرال تيرم بتاعه عباره عن اي ار باور ان ماينس ال1، علشان المنظر السيكونس بتاعك بيبقى عامل بالمنظر ده كده. بص كده، A AR AR باور 2 AR باور 3 and so on. في مشاكل في الكلام ده؟ مفيش اي مشاكل خالص. هتقولي طيب ماشي، انا عرفت المنظر ايه بقى، ما يعني انا برضو مش فاهم يعني ايه الفرق بقى ما بين الاريثماتيك سيكونس والجيومتريك سيكونس. قال لك بمنتهى البساطه كده ان الاريثماتيك سيكونس دي اعداد مترتبه، ما هي سيكونس، بس الفرق ما بين كل ترم واللي قبله ثابت. الفرق ما بين كل ترم واللي قبله ايه؟ ثابت. عشان كده انا عندي حاجه اسمها ايه؟ الدي اللي هو الكومن ديفرنس. هتقولي طب معلش، انا مع احترامي ليك يعني انا عايز امثله بقى على الايه؟ الاريثماتيك سيكونس والجيومتريك سيكونس. بص كده يا معلم، واحده واحده خالص. مش عايزك ايه؟ الصوت. مش عايزك تتضايق خالص. بص كده، لو اخدنا مثال رقم واحد مثلا، عندك 2 4 6 and so on. مثال تاني مثلا لو عندك نيجاتيف 30 نيجاتيف 25 نيجاتيف 20 and so on.
عندك مثلا 10 8 او فوق ماشي 10 8 6 and so on. لو عندك مثلا يعني 5 5 5 5 and so on. بص كده كل السيكونسز اللي كل السيكونسز اللي انا عملتها لك بالموف دي، كل ده arithmetic sequence. ليه؟ بمنتهى البساطة أنا 2 بقت 4، ال 4 بقت 6، يعني عملت هنا بلس 2، هنا عملت بلس كام 2. يعني بمنتهى البساطة الاريثماتيك سيكونس دي سيكونس بتزيد أو بتقل بمقدار ثابت. بمقدار إيه؟ ثابت. هنا المقدار الثابت كان كام؟ كان بوزيتيف 2. المقدار الثابت ده اللي هو الكومن ديفرنس اللي هو هنا 2. في مشاكل في الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. طب بص كده على اللي بعدها، هنا نيجاتيف 30 بقت نيجاتيف 20، يعني عملت هنا بلس 5. اللي بعده رحت عامل بلس 5، اللي بعده برضه هعمل بلس 5. فهنا دي اريثماتيك سيكونس بتزيد او بتقل بمقدار ثابت. هذا المقدار هو الدي اللي هو هنا كام 5. طب هنا ال 10 بقت 8، ال 8 بقت 6، يعني عملت هنا ماينس 2، عملت هنا ماينس 2. يعني المقدار الثابت اللي بيتقل بيه الاريثماتيك سيكونس هي نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 2. حد عنده مشكله؟ مفيش اي مشاكل. طب هتقول لي 5 5 5 5 هل دي اريثماتيك سيكونس؟ دي اريثماتيك سيكونس. اعتبر ان هي بتزيد او بتقل بمقدار ثابت اللي هو الزيرو، او بتقل طبعا، او بتقل. تمام يعني دي هنا بكام؟ بزيرو. في مشاكل يا شباب في الكلام ده؟ يبقى احنا اول حاجه عرفناها المنظر بتاعها بيبقى عامل كده عشان هي بتزيد او بتقل بمقدار ثابت. الجنرال تيرم تقدر اصلا تستنتجه. يعني انت مثلا عندك ده كده تي 2. تي 2 عباره عن ايه؟ عباره عن الترم الاول وبعمل بلس الدي ده كده ايه موجود، بس الرقم اللي جنب الدي هنا كام؟ هنا 1، يعني اقل من رتبه الايه الترم، اقل من رتبه الترم ب 1. عندك دي كده تي 3، عملت الاي اهي والدي اهي، ما يتزيد دول ثابتين. طب الرقم بقى اللي جنب الدي اقل من رتبه الترم ب 1، هنا 3 هنا 2. تمام. فيبقى الجنرال تيرم اللي بيتحكم في هذه السيكونس A بلس N ماينس ال 1 دي، ده كده الجنرال تيرم اللي تقدر من خلاله تجيب اي تيرم موجود عندك في الايه في السيكونس. ده كده الفيرست تيرم، ده كده الديفرنس او الكومن ديفرنس، وده كده رتبه الايه رتبه التيرم. حد عنده مشكله؟ مفيش اي مشاكل خالص، وفهمنا الايه الحته دي. طيب تعالى علشان نطبق على موضوع الجنرال تيرم عشان بعد كده ندخل على الجيومتريك. انا عايز اشتغل الاثنين بارالل مع بعض. لو جيت هنا قلت لك مثلا عندك هنا سيكونس وعندك 5 7 9 and so on، وقلت لك لو سمحت find T6. ايه ال T6 ده يا معلم؟ الترم السادس. فاول حاجه تروح تعملها تشوف هل دي اريثماتيك ولا جيومتريك ولا هي سيكونس عاديه ولا ايه بالظبط. فلاقي ان انا عملت هنا بلس 2 وعملت هنا بلس 2، يبقى عندي الدي ب 2 عشان انا عندي ايه بتزيد بمقدار ثابت اللي هو كام 2، وعندي الايه اللي هو الفيرست تيرم بكام ب5. يبقى هو عايز التي 6 يبقى انا هعمل A بلس N ماينس ال1 في الدي، يعني الكلام ده كده عباره عن 5 بلس N ماينس ال1 يعني 5، والدي عندك ب2، يبقى الكلام ده كده 15. وشكر الله سعيك. في مشاكل يا شباب في الكلام ده؟ مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله. طيب تعالى لي على الجيومتريك سيكونس. احنا اتفقنا مع بعض اول حاجه خالص عشان بس ايه بحب قوي النظام، بعشق النظام، عاشق للنظام. بص كده ان الجيومتريك سيكونس بمنتهى البساطه اللي بيتحكم فيها هي ريشيو ثابته. ريشيو ثابته. يعني انا الاي بقت اي ار، بقت اي ار باور 2، بقت اي ار باور 3. يعني ايه الكلام ده؟ هتفهم لما اجي اعمل لك مثلا مثال زي ده. لو قلت لك ان انت عندك، احنا عملنا بالموف الناحيه الثانيه عشان بس يبقى في سيمتريه، معلش. بص كده هات الموف، معلش الموضوع بيضيع مني. بص لو كتبت لك هنا مثلا عندك سيكونس، السيكونس دي عباره عن 2 4 8 16. تمام. هتقول لي تمام.
ايه اللي انت لاحظته في هذه السيكونس؟ ان ال 2 بقت 4 يعني عملت تايمز 2، ال 4 بقت 8 عملت تايمز 2، ال 8 بقت 16 يعني عملت تايمز 2. يعني بمنتهى البساطه اللي بالقانون اللي بيتحكم في ده، او اللي انا شايفه ان هنا في ريشيو ثابته هي اللي بتتحكم في ترتيب هذه الايه، هذه السيكونس. هذه الريشيو ان انا كل مره بعمل تايمز 2، فالار ده بسميه الكومن ريشيو. بسميه ايه؟ كومن ريشيو. يعني الفانكشن ايه ونيلة ايه، ما انا ممكن اقول فانكشن بس ما علينا، مش عايز ادخل في تفاصيل دلوقتي. ان انت عندك السيكونس دي بتزيد او بتقل بريشيو ثابته، انما هنا بمقدار ثابت. يعني بعمل بلس اور ماينس، هنا بعمل تايمز اور ديفايدد. في مشاكل في الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. يعني انت عندك الار هنا 2 وعندك الفيرست ترم هنا كام؟ 2، فتقدر تجيب اي بقى ايه جنرال ترم، او تقدر تجيب اي ترم موجود عندك مهما كان ترتيبه، ان انت تروح جاي لي في القانون، هذا القانون، وتروح معوض فيه. في مشاكل في الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. وطبعا تقدر تستنتج هذا القانون من هذه الرسمه او هذه السيكونس اللي انا كاتبها لك. تمام. ادي لك واحده كمان عشان ما تعيطش. لو عندك مثلا سيكونس بهذا المنظر، عباره عن 4 2 half quarter and so on، هلاحظ ان هذه السيكونس بتقل بريشيو ثابته. ما هي هذه الريشيو؟ هذه الريشيو ان انا كل مره بعمل تايمز هاف. هنا عملت تايمز هاف، هنا عملت تايمز هاف، هنا عملت تايمز هاف and so on. تمام. فالريشيو الثابته هي كام؟ هاف. ان كل مره بعمل تايمز هاف. وطبعا الاي عندك بكام؟ بالفور. حد عنده مشكله يا شباب؟ مفيش اي مشكله خالص. طيب معلش انت اديتنا مثال هنا، اديني مثال بقى، اديني مثال عشان اجيب الجنرال تيرم. حاضر يا حبيبي. لو انت عندك سيكونس بالمنظر ده ولاحظت ان هي عباره عن 6 12 24 and so on. تمام. وجيت هنا قلت لك لو سمحت يا حبيبي هات لي تي 6، عايز الترم السادس شبه التانية بالظبط عشان ايه ما تتضايقش. هتعمل ايه؟ بمنتهى البساطه لاحظت ان انا ال6 بقت 12 عملت تايمز 2، ال 12 بقت 24 رحت عامل تايمز 2، يبقى هي بتزيد بريشيو ثابته اللي هي كام؟ 2. وعندي الفيرست ترم اللي هو كام؟ 6. يبقى الجنرال ترم بتاعي عباره عن A AR باور N ماينس ال 1. يعني الكلام ده كده عباره عن 6 تايمز الار ب 2 وان ماينس الايه 1. يعني ايه ان ماينس ال 1؟ الان ده اللي هو ترتيب الترم، ان ماينس 1 يعني كام؟ 5. يعني 32 تايمز ال 5 تطلع بقى زي ما هي، زي ما تطلع بقى. تقرفناش. في مشاكل يا شباب في الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. طيب في سؤال بيجي لك، في سؤال كده ايه بيجي شائع يعني، يجي يقول لك ان انت عندك اريثماتيك سيكونس. عندك ايه؟ اريثماتيك سيكونس. تعال بقى ننتقل على الاريثماتيك. انا قاصد ان انا بتنقل ما بين الاثنين عشان الاثنين يبقوا قدام عينيك. فاهم انت اللي هو ايه؟ مفيش لخبطه بعد كده. عندك اريثماتيك سيكونس وعندك مثلا 2a بلس ال1 و5a ماينس ال1 و6a بلس ال 3. بيقول لك ان دول are 3 consecutive terms. يعني دول 3 ترمات متتابعين او متتاليين في اريثماتيك ايه؟ في اريثماتيك سيكونس. طالب منك هنا الفاليو في ايه بكام؟ عايز الايه بكام؟ فطبعا دي طالما اريثماتيك سيكونس يبقى انت ايه؟ لو عملت لي ده ماينس ده هيساوي ده ماينس ده، صح ولا مش صح؟ صح. وفي حاجه تانية برضو ممكن تحل بيها برضو في الايه، في التوتس منه على طول. علشان انت طبعا ساعه ما بتيجي تعمل ماينس المفروض ان انت بتغير الاشارات، عشان انت عندك هنا ايه، ترمين هنا وترمين هنا وترمين هنا، وانت اصلا خروف بتتلخبط في الكلام ده وبتنسى الايه، ان انت تغير الاشارات. عشان انت ساعه ما يبقى عندك نيجاتيف لازم تحترم النيجاتيف وتحط براكت. تمام. احنا متربيين على كده. تمام. بس انت ساعات بتنسى. فقال لك بقى لو انت عندك اريثماتيك سيكونس وعندك ثلاث اعداد، او سوري 3 اعداد ايه، 3 ترمات متتابعين او متتاليين، يبقى مجموع الاتنين دول يساوي 2 في اللي في النص. وانت مش عندك ده كده 1 وده كده 2 وده كده 3، فين اللي في النص؟ اهو ده اللي في النص. تعالى اشاور لك عليه عشان انا ايه، ممكن تكون انت مش شايف. فين اللي في النص؟ اهو ده اللي في النص. يبقى مجموع الاتنين دول بيساوي دبل
اللي في النص، بيساوي دبل اللي ايه في النص. دي تحل بيها على طول كده، تمام ماشي. هي طبعا جايه من المين، يعني الاريثماتيك مين، بس يعني ايه ساعه ما يجيلك السؤال ده حله كده عشان تنجز في الايه، عشان انا بخاف منك في الاشارات. يبقى مجموع 2a بلس ال1 بلس 6a بلس ال 3 بيساوي 2 في اللي في النص، يعني 2 في 5 10a وماينس الاتنين. تمام. ليه انا بعمل كده؟ عشان تبقى ايه كلها على سطر واحد ومن غير اشارات ولا بتاع، عشان انت ايه بتقرفني. عندك 2 و6 بقوا 8 بلس الأربعة بيساوي 10 ماينس الاتنين، وادي ده بعكس الإشارة وادي ده بعكس الإشارة، يبقى أنت عندك ال ب3. تمام يا شباب؟ حد عنده مشكلة في التوتس ده؟ في مشاكل؟ مفيش أي مشاكل خالص. طيب ندخل بعد كده على ايه؟ ندخل على الارثماتيك مين والجيومتريك مين. احنا كنا بنكتب بايه؟ ايش اي حاجه بقى. تعالى ندخل على الارثماتيك مين وهنا الجيومتريك مين. هتقول لي يعني ايه مينز؟ هقول لك يعني الاعداد بيبقى عندك هو بيبقى مديلك مثلا عددين وبيقول لك لو سمحت هات لي على حسب بقى عدد المينز اللي ما بين الرقمين دول. المينز دي هي الاعداد او العدد اللي ما بين رقمين، فساعة ما يتحطوا مع بعض يكونوا لك arithmetic sequence لو انت بتجيب arithmetic مين، او geometric sequence لو انت بتجيب الجيومتريك مينز. في مشاكل في الكلام ده؟ مفيش اي مشكلة. يعني بمنتهى البساطة كده، لو هو راح جاي راح قايل لك لو سمحت هات الاريثماتيك مين بين ال2 وال6، فهتعمل ايه؟ فقال لك ان الاريثماتيك مين، عشان بس تبقى عارف القانون، الاريثماتيك مين بيساوي مجموع الاعداد على عددهم. مجموع الاعداد على ايه؟ على عددهم. فمثلا لو انت عندك 2 و6 وعايز الاريثماتيك مين، فهتعمل ايه؟ مجموع الاعداد، ادي الاريثماتيك مين، مجموع الاعداد يعني 6 بلس الاتنين اوفر عددهم اللي هو 2، فهتطلع كام؟ هيطلع 4. في مشاكل؟ فانت بمنتهى البساطة ادي 2 وادي 6، لو حشرت الاربعة دي في النص هيبقى عندك دي كده اريثماتيك سيكونس. اريثماتيك ايه؟ اريثماتيك سيكونس. طيب بالنسبة بقى للجيومتريك مين بحسبه ازاي في الجيومتريك سيكونس؟ قال لك بمنتهى البساطة الجيومتريك مين بيساوي بتعمل روت وبتعمل هنا البرودكت بتاعت الكوانتيتيز، يعني اللي هو هيديها لك، وهنا الاندكس بتاع الروت هيبقى النمبر اوف values، يعني عدد الحاجات اللي انت بتعمل لهم من البرودكت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو جالك هنا على جنب يروح قايل لك لو سمحت find الجيومتريك means of الكوانتيتيز A B C، هتعمل ايه؟ قال لك بمنتهى البساطة الجيومتريك مين هيساوي ادي روت وهعملهم تايمز بعض، ادي اي بي سي هعملهم تايمز بعض، عددهم كام؟ 3، يبقى الاندكس بتاع الروت هنا كام؟ 3. في مشاكل يا شباب في الكلام ده؟ مفيش اي مشكل خالص. طيب في بقى مسائل طبعا يا شباب، انا هعمل لكم فيديو حل بقى ايه ترشمولي، بس هيبقى كله حل. انا هنا بحاول ان انا هندلك دماغك وبرضه بحل معاك، بس بحاول اكتر ان انا هندلك ايه، اهندلك دماغك. اما ان هو ده بص يعني بص ده في التوتس خالص. يعني في مسائل اسمها مسائل الانسرتنج، ان انت بتحشر ايه حاجات في النص ومش عارف ايه. هدربك عليها وهقول لك عليها بس مش دلوقتي. بس خلي لي القانون ده كده ايه عندك، ان انت عندك قانون تقدر من خلاله ان انت تجيب الدي لو انت شغال اريثماتيك سيكونس، وقانون تجيب منه الايه الار لو انت شغال جيومتريك سيكونس. قال لك ان الدي بيساوي ال اللي هو اللاست تيرم ماينس الاي اللي هو الفيرست تيرم على النمبر اوف مينز
بلس ال1. وعندك قانون تقدر من خلاله تجيب لي الار لو انت شغال في الجيومتريك سيكونس، ده عباره عن ار باور النمبر اوف مينز بيساوي ال اوفر الاي. سيبهم لي كده على جنب الاتنين دول بس عشان بس تبقى انت ايه مفنش الجدول بتاعك. تمام. وندخل بقى في ايه، احنا كده خلصنا ايه، ناقص لنا ايه؟ كده ناقص لنا الاريثماتيك سيريس والجيومتريك سيريس، اللي هو بمنتهى البساطه يبقى عندك ايه، جيومتريك سيكونس او اريثماتيك سيكونس، وطالب منك عدد من الترمات، فانت عندك ايه قانون تقدر تجيب منه عدد الترمات لو انت شغال في الاريثماتيك، وقانون تجيب منه الايه مجموع الترمات لو انت شغال جيومتريك. يلا بينا ندخل في اللي بعده، عايزك تكتب الحاجات دي عندك تظبطها عشان ندخل على طول في الايه في اخر حاجه. يلا بينا يا شباب، وصلنا لحد هنا. تعالى بقى ايه ندخل بقى في ايه موضوع الايه، لا، ان انت لو عندك طالب منك ان انت تحسب مجموع عدد من الترمات في اريثماتيك سيكونس. خد بالك هنا كانت الاريثماتيك وهنا كانت الايه الجيومتريك سيكونس. فقال لك بمنتهى البساطه، لا، اس ان، ايه الاس ان ده؟ قال لك ان السمشن والان ده عدد الترمات اللي انت هتعمل لها ادنج، عدد الترمات اللي انت هتعمل لها ايه ادنج، بيساوي n over 2 مضروبه في a بلس ال l. ايه الكلام ده؟ يعني هو مثلا لو عايز السم اوف الفيرست مثلا 10 تيرمز مش عارف ايه، فعدد الترمات هو الان، عدد الترمات هو الان، والاي ده الفيرست تيرم والال ده الايه اللاست تيرم. طب لو السيكونس بتاعتي او الاريثماتيك سيكونس بتاعتي كانت انفاينايت يعني ملهاش لاست تيرم، هتعمل ايه؟ قال لك في قانون اخر. هذا القانون عباره عن ايه؟ هذا القانون عباره عن ان الاس ان، طبعا ده ايه مجموع الايه الترمات او عدد الترمات، عباره عن n over 2، بس المره دي هتعمل ايه بقى؟ هتعمل 2a plus n minus ال 1 في الدي. 2a plus n minus ال 1 في الايه في الدي. حد عنده مشكله يا شباب في الكلام ده؟ في مشاكل في الكلام ده؟ جميل جدا. وخد بالك من النوت الجميله دي، خد بالك اللي انا بعمله لك ده، انت بتفرم الدرس بتاعك، بتفرمه كله على هيئه سمري، فاي حاجه واقعه منك هتلاقيها هنا. ركز بقى. ساعات ببقى عايز الان، ساعات ببقى عايز الايه الان. طيب اجيب الان ازاي؟ قال لك هتجيب الان عن طريق هذا القانون، ان اللاست تيرم بيساوي الفيرست تيرم بلس ان ماينس ال1 في دي. هو مش ال ده ترم؟ تمام. طب ما هو اي ترم عباره عن a بلس n ماينس ال1 في الايه في الدي، فتقدر تجيب الايه، تقدر تجيب الان. حد عنده مشكله يا شباب؟ مفيش اي مشاكل خالص. طيب بالنسبه بقى للسم اوف التيرمز في الجيومتريك سيكونس عباره عن ايه؟ قال لك لو معاك اللاست تيرم، فقال لك ان السمشن والان ده عدد الترمات، عباره عن ايه؟ بتعمل لاين فراكشن كده جميل، بتعمل ال ار ماينس اي اوفر ار ماينس ال1. اللاست تيرم في الريشيو ماينس الاي اوفر الار ماينس الايه ال1. طب لو مش معايا اللاست تيرم هعمل ايه يا توتس؟ قال لك بمنتهى البساطه، بمنتهى البساطه القانون هيبقى عباره عن ادي ايه مضروبه في r باور ال n ماينس ال1 اوفر r ماينس ال1. في مشاكل يا شباب في الكلام ده؟ اظن مفيش اي مشكله. كده انا لخصت لك الحوار بتاع السيكونس واريثماتيك وجيومتريك وسمشن نوتيشن والهبل والسيريس والكلام ده كله. تمام. ان شاء الله باذن الله هعمل لك بقى فيديو كده ايه محترم تاني، برضو حل كده على الايه الالجبرا، وناخد كده اسئله ايه حلوه، وعايزكم شادين حيلكم كده والدنيا تبقى لذيذه، عشان انت داخل السنه الجايه على ثانويه عامه. وان شاء الله باذن الله اشوف وشكم على خير وانتوا ناجحين ومحققين كل اللي نفسكم فيه. اخوكم الكبير باشمهندس احمد الزيني. يلا سلام يا ولاد.